نور لايف. سلام جلدة الحنفية عليكم جميعا، شعب الجلدة المختار في كل مكان. عاملين ايه؟ سلام جلدة الحنفية عليكم جميعا احباء الجلدة. طمنونا على الصوت الاول قبل ما نبدأ. طيب اشكركم جميعا. سلام الجلدة عليكم جميعا مرة اخرى. هل الصوت واضح؟ الصورة واضحة؟ كله تمام؟ تمام، توكلنا على الجلدة. طيب هذا اللايف رقم 2 بخصوص ابن المتناك اللي اسمه هشام المصري. وبعدين بقول له اسمه عشان بقول لك عمرو خايف يقول اسمه بتاع، انا بقول هشام فؤاد المشهور بهشام المصري ابن المتناكة. خلاص طيب. انا امبارح لما عملت اللايف بتاع امبارح قلت ان انا مش هجيب سيره اهله او عيلته. وده كان بناء على ان انا شفت الجزء الاولاني من الحلقه بتاعته اللي كان بيقول فيها العبط بتاع ايه. متجوز مش عارف واحد متحول ومش عارف جايبين عيل معاق ومش عارف الهري اللي هو قاله ده. فأفاجأ ما كنتش شفت بقيه الحلقه يعني. لكن بعد كده بعد ما خلصت اللايف بتاعي اتفاجئت ان هو كمل بعد كده وسأل بعض الاسئله الطبيه. كان سائل اسئله طبيه يعني، فانا طبعا ما اقدرش اتاخر عن قص امه. يعني ابن المتناكه التنويري ما اقدرش اتاخر عن قص امه، ولازم اجاوب على الاسئله الطبيه. دي حاجه برضو شرف المهنه يا جماعه، انتوا عارفين. وخصوصا لو السؤال الطبي، يعني السؤال الطبي لما يطلع من اي حد لازم شرف المهنه ان الواحد يجاوب على السؤال الطبي. سواء من كان من انسان عادي او من انسان ابن متناكه. فحته ان هو ابن متناكه دي، او ان هو ابن مره شرموطه زانت فيه في جحش، ده لا يدل، لا ينفي ان انا لازم اجاوب على السؤال الطبي. فالسؤال الطبي كان بيقول ابن المرة الشرموطة كان بيقول احنا عايزين نعرف ازاي هما يعني راجل وراجل متحول وجايبين طفل مشوه، وازاي راجل متحول بيجيب طفل. فالاجابه على هذا السؤال يا ابن المره المتناكه، تعالى بقى اقعد على حجر عمو وانا هفهمك يا ابن المره الشرموطه. الكلام ده ممكن يحصل طبيا في حاله واحده بس، ان الكلام ده يكون حصل داخل مملكه او جمهوريه قصمك المنيره. ده الكلام ده ممكن يحصل هناك، لان في جوه جمهوريه قصمك المنيره او جوه مملكه قصمك المنيره البيولوجي ممكن يتغير. فهم لو قاعدين جوه قصمك المنير، لو في اتنين مثلا، واحد راجل تاني متحول ودخلوا قعدوا جوه قصمك، لان هو منير طبعا، لان هو بيطلع نور. وده طبعا ده اللي خلاك انت تنويري. فهم قاعدين جوه هذه المملكه المضيئه بتاعت قصمك، المملكه المنيره. ممكن بقى البيولوجي يتغير ويكون بقى الراجل المتحول يعرف يجيب عيل ويطلع العيل مشوه والكلام ده. فدي الاجابه على سؤال قصمك يا ابن المتناك، يا هشام يا مصري، هشام فؤاد، هشام المصري، هشام المتناك، يعني كل دي برضو القاب لهذا الشخص ابن المرة الشرموط. طيب طبعا بما ان هو انسان منير ومستنير وتنويري، ده بيطرح عده اسئله بخصوص بقى. طبعا احنا هو دايما بيكلمنا عن عيلته، وهو اللي فتح الكلام مش احنا. هو اللي بيكلمنا عن عيلته دايما يعني، وبيفتخر بيهم. وهو اللي عايز يعرف الناس بيه كتنويري، وليه متابعين كتير متنورين برضو. فاكيد المتابعين دول عندهم اسئله كتير بخصوص قصهم هشام يعني. وهو اللي بدأ يتكلم على الناس التانية ويخوض في أعراض الناس التانية. وتقريبا ما سابش إنسان ما خدش في عرضه، يعني ما سابش إنسان ما شتموش وما اتكلمش عليه. فده يا اخوانا برضو يعني بما اننا قاعدين قعده صفا كده مع بعض وبنتكلم كده بطيب خاطر، لما تشوف شخص تنويري زي هذا الشيء الحشره اللي اسمه هشام المتناك، بيجي في دماغك بعض الاسئله، اسئله كتير، وخصوصا في دماغ المتنورين اتباعه، يعني اللي هم واحد بقى من اتباعه عادي يتنور منه. فاول حاجه ممكن تيجي في دماغه هو بالمنظر ده، منظر الخنزير ابن المتناكه ده، وشه اللي هو عامل زي وش الخنزير ده. هل الخنزير اللي ناك امه، هل نكهه في كسها ولا نكهه في طزها؟ وانا اقول لك ليه السؤال ده مهم. لان هذا واضح ان اللي بيجيب هذه الشخصيات التنويريه هو خنزير زبره منور. طبعا لازم اكيد يعني. فهذا خنزير بري زبره منور، خليك فاكر بس المعلومه دي.
طبيا يعني، انا بتكلم كلام طبي. فهذا الخنزير اللي زبره منور لو نكهه في كسها، والمشكله بقى ان ايه، الحلين بيبقى فيهم اعتراضات او مشاكل. لو نكهه في كسها ونزل هذا الحليب الخنزيري المتنور جوه كسها، ليه هشام عامل زي قلوط الخرا؟ فكان هيطلع خنزير متنور وخلاص، لكن هو عامل زي قلوط الخرا. لو نكهه في طزها وهي شخته ما ولدتوش، فنزل زي قلوط الخرا. لكن ليه هو قلوط خرا متنور او قلوط خرا بينور؟ برضه في اعتراضات على الحاجتين يعني. ليه؟ لان الموضوع معضله يعني. لما تبص في وشه كده انت تعرف ان هو نطه خنزير، خنزير زبره منور طبعا زي ما احنا عارفين يعني. فعايزين نعرف نطه الخنزير دي كانت من انهي ناحيه، كانت من كس امه ولا من طيز امه؟ عايزين نفهم، معلش يعني من حقنا نفهم. لان كل اعتراض من دول او كل طرح من دول عليه اعتراضات. يعني لو قال لك من كسها يبقى متنور، خنزير متنور، لكن عامل زي قلوط الخرا. ولو قال لك من طيزها وهي شخيته، وده بقى انا كطبيب اقدر ارجح الموضوع ده. هو فعلا نكهه في طيزها وهي شخيته فنزل زي قلوط الخرا كده، لكن لان المنيه بتاعته كانت منيه منوره، لان هو خنزير زبر منور، نزل بقى هشام المصري عباره عن قلوط خرا تشبه الخنزير المنور. فده هنا برضو نقدر ان احنا نفرق طبيا بين الحاجتين. حاجه تانية، طالما انت يا ابني المتناكه عايز تتكلم في اعراض الناس يعني وبتاع، اختك اللي عامله زي ذكر الخنزير المعفن ديت، اللي انت عمال تطلع لنا صورتها كل شويه، واخد بال حضرتك؟ كل شويه اختي اختي، وبعدين تطلع لنا صورتها. هل هي ذكر خنزير ولا هي انثى؟ ما احنا مش قادرين نفهم برضه يعني، عشان احنا مش فاهمين الموضوع ده. هل هي كده ولا كده؟ وعمال كل شويه تطلع لنا صورتها وهي عامله زي ذكر الخنزير كده. فبرضه ده سؤال يهم المتابعين المتنورين. ليه؟ لان عايزين يعرفوا. وبعدين ممكن تطلب منها ان هي تطلع تقلع وتوري للناس هي عندها كس ولا عندها زبر خنزير. عايزين نفهم. ده حاجه مهمه جدا يعني. ليه؟ لان الاتباع المتنورين اللي بياخدوا من كسومك التنوير عايزين برضه يعرفوا المعلومات دي، لان اختك برضه يعني ايه، برضه نفس نطه الخنزير وكده يعني. وجوزها اللي هو بتاع القسطره، اكبر دكتور قسطره في مصر، هل بينكها بالقسطره يعني، ولا بيركب شيت الاول ويعرف ينكها، ولا هي ما فيش كوس اصلا؟ بس يا ريت لما تيجي تعمل كده وتخليها تقلع عشان تفرجنا هي عندها كوس ولا ما عندهاش، تبقى تستحمى الاول يعني، عشان واضح ان ايه المنظر هيبقى مش حلو. فخليها تستحمى الاول عشان برضو ايه ما نرجعش مثلا، او لو معانا سيدات حوامل او حاجه ما يرجعوش يعني. دي حاجه برضو انا حبيت ان انا انوه عليها يعني، وبعض الاجابات الطبيه. طبعا بالنسبه للمتناك نفسه اللي اسمه هشام كس النمله، هشام كس النمله وهو عمال يحكي لنا بقى على تجربته وهو محبوس في امن الدوله، ومرمي في اوضه ضلمه ومغميين عينيه، واخد بالك انت. كان هو حكى لي في مره وهو قاعد يحكي معايا لما طلع من المفروض يعني الحبس يعني، كان بيحكي لي بقى القصه ان ازاي هو بقى قاعد اسبوعين بقى في هذه الاوضه الضلمه. كان في واحد هو كان بيحكي لي عليه صول، اللي هو طبعا فرج، احنا عارفينه يعني فرج في هذه المنطقه. فرج كان بياخده على جنب ويديله سجاير، لان هم كانوا مانعين عنه السجاير. بياخده على جنب كده في حته ضلمه ورا الزنازين كده ويديله سجاير. فعايزين نعرف فرج كان بيدي لك السجاير دي مقابل ايه؟ يعني اصل فرج اللي هو شغال في امن الدوله مش هتصعب عليه انت، لان انت زيك زي اي ابن شرموطه هناك تاني ارهابي مرمي، واخد بالك. ف مش يعني اشمعنى انت اللي صعبت عليه وواقف يدي لك سجاير، وما صعبش عليه مثلا العيال التانيين اللي محبوسين برضو في نفس المكان، الا اذا كان في مصلحه. فيا ريت تعرفنا يا ابن المتناكه، يلا امك زنت فيك في خنزير اجرب، تعرفنا فرج كان بيدي لك سجاير ليه؟ انت اللي حكي لي القصه دي بنفسك. كان بياخدك على جنب كده ويدي لك سجاير ليه بقى؟ مقابل ايه يعني؟ كنت بتدي له ايه؟ او كان بياخد منك ايه؟ واحنا طبعا عارفين فرج في امن الدوله زي ما شفنا في فيلم عماره يعقوبيان،
اكيد فرج كان بيعمل فيك زي ما بتعمل في حاتم رشيد. فهل انت بعت الحاجات اللي كانت بتتاخد من حاجه حاتم رشيد بسجاره؟ عشان انت كنت بتقول في واحد باع مبادئه عشان خاطر طبق بصاره. فهل انت يا ابن المتناكه بعت شرفك زي حاتم رشيد عشان تاخد سيجاره؟ عايزين نعرف برضو دي، يعني دي اسئله مهمه جدا تهم المتابعين بتوعك والمتنورين، لان المتابعين بتوعك عارفين ان انت بطل التنوير الاول، بطل رفع اثقال التنوير في مصر والعالم العربي والعالم الاسلامي. فمن حقهم يعرفوا برضو التفاصيل دي. يعني هل مثلا بطل التنوير بتاعهم باع شرفه مثلا في السجن مقابل سيجاره؟ حاجه مهمه يعني. ولا اداك زبر الحديد، ولا اداك ايه بالظبط؟ عايزين نعرف. دي حاجات مهمه يعني، لازم تحكي لنا عليها. لان دايما انت بتحكي لنا ان انت كنت متغمي، عينيك متغميه وايديك ورا ظهرك وبتاع. فيعني ايه، واحنا عارفين فرج هناك ايده تقيله، وزي الضابط في عماره يعقوبيان ما قال احنا عندنا ناس بتعرف تعمل الموضوع ده كويس جدا. فعملوا معاك ايه؟ ما حكيت لناش انت هذا الجزء يعني. فاتمنى يعني ان انت ايه، تبقى تحكيه لنا برضو، او تحكي لاتباعك يعني المتنورين، لان احنا طبعا مش متنورين وما يهمناش قصهم التنوير اللي انت بتعمله ده على قصهم المنيكه اللي انت بتعملها دي، ما تهمناش. فنفسنا يعني نعرف، او نفسهم هم يعرفوا، يعني المتنورين اتباعك نفسهم يعرفوا اكيد برضو هذه الحاجات، لان دي هتاثر على تنورهم طبعا وتلقيهم للتنوير منك. بما ان انت بقى كنت متغمي وعينيك حافي وعينيك متغميه وحافي، ها، ورجليك ايديك مربوطه ورا ظهرك، والحاجات اللي انت كنت بتحكيها دي، وفرج بياخدك على جنب يديك سيجاره، ولا يديك في الحاره، ولا مش عارف كان بيديك ايه فرج. يعني انت اللي حكي لي ان هو كان بياخدك على جنب ويديك سيجاره يعني وبتاع. فبقى احكي للمتنورين بتوعك يعني كان ايه اخبار الموضوع ده معاك، وفرج عمل معاك ايه. واخد بالك يا حشره يا ابن المتناكه؟ واخد بالك؟ طيب قلت بقى ان انا ايه مش عارف ارد عليك او خايف منك مثلا، ما اعرفش ليه، ورحت جبت الدكتور عمرو عشان يرد عليك. لا يا ابني المتناكه، انا اعرف اقوم بيك وبشعب امك كله. اوعى لك تكون فاكر ان انا من العيال المسيحيين الهتي اللي انت بقى ايه هتقعد تتنطط عليهم وبتاع ومش عارفوا يردوا عليك. ولا انت كنت فاكر نفسك بقى صايع وشايل مطوه وانت رايح المدرسه، فانت بتعرف تقول لك بقين ولا تشتم لك شتمتين، ولا تعمل المنياكه اللي انت بتعملها دي، وانا مش هعرف ارد عليها. انا اقوم بيك يا ابني المتناكه وبشعب امك كله. اوعى عقلك يطلع عقلك في مره كده، ولا الشيطان يبعبصك في افكارك، ولا يبعبصك في طيزك، ويفكرك مثلا ان انا مش هعرف ارد عليك، او ان انا خايف ارد عليك، او ان انا هروح اجيب حد تاني يرد عليك. انا اقوم بيك يا ابني المتناكه انت وعيلتك كلها، واللي يعرفك واللي تشدد لك. انت ما تعرفش انا مين ياض؟ شوف تاريخي، شوف تاريخي واعرف انا مين، واعرف انا ممكن اعمل فيك ايه. انت عيل ابن متناكه حشره اساسا، ولا تسوى اي حاجه. ده اخرك يعني. بتعرف انت فاكر ان انت بتعرف تشتم مثلا، ولا تقول لك شتيمتين، ولا تقول لك كلمتين، ولا بقين وخلاص؟ لا يا ابني المتناكه، انا هنيك شعب امك عشان تبقى عارف يعني. انا ممكن اوريك الوشين. ممكن اوريك الوش المحترم اللي هو بقى بيتكلم بالحجه والموعظه الحسنه وبتاع، وممكن اوريك الوش السافل يا ابن الشرموطه، واسمعك شتايم عمر امك المتنكه ما سمعتها في حياتها، عشان تبقى عارف. فخلي بالك واحترس جدا لنفسك. وانا قطم عدنا يا ابن المره المتناكه، وعايزك تنطق كلمه تانية يا ابن الشرموطه، وانا هسمعك قصيده قسميات عمر امك اللبوه ما سمعتها في حياتها. فهمت؟ فانت كفايه عليك قوي كده، لان انت ما تسواش اكتر من كده. وعشان تاخد بس بالك، والتنمر اللي انت عامله والارهاب اللي انت عامله للناس. انت يا ابني المتناكه فاكر ان انت لما تطلع ترهب الناس، انت مفيش حد ما ارهبتوش يا ابني المتناكه، انت عيل ارهابي ابن شرموطه. فاكر ان انت هتطلع تقعد ترهب الناس كلها والناس تخاف تتكلم عليك، ولا الناس تخاف ترد عليك؟ الارهاب الفكري اللي انت عامل لهم، وارهاب الشتيمه،
وارهاب التنمر، كل ما تطلع تجيب حد تقعد تتنمر عليه، وعشان خاطر في ناس محترمه ما رضتش ترد عليك او تجنبت ان هي ترد عليك عشان ما تدخلش معاك في مهاترات، لان انت حشره ابن متناكه ما تسواش اي حاجه. وفي ناس محترمه كتير غلطت انت فيهم وكبروا دماغهم وما رضيش يردوا عليك عشان مش عايزين يدخلوا معاك في مهاترات، لان انت عيل ابن متناكه خنزير يا ابن الشرموطه. فاوعى تكون فاكر ان انت بتعرف ترهب الناس، وان الناس اي حد انت هتيجي عليه هترهبه. لا، في ناس بتعرف ترد عليك يا ابن الخول، وتحطك انت وامك ووضعك وعيلتك كلها في مكانها، اللي هو في الزباله. انتوا في الزباله يا اولاد المتناكه، انت وعيلتك كلها. كص امك ياد على كص ام اخواتك، على كص ام امك، على كص ام ابوك. انتوا ولا تسووا اي حاجه. الاح قال ولا مش عارف اخويا مش عارف محافظ القاهره ونائب محافظ. كص امك ياض، كص امك على كص ام اخوك. انتوا على بتاعي ياض كلكم. خلي محافظ القاهره ينفعك يا ابن المتناك. ومحافظ القاهره عمل لك إيه يا ابن الشرموطه لما اتحبست واترميت في الحبس اسبوعين وفرج كان بينيكك؟ ما عرفش يعمل لك حاجه يعني، سابك تتناك لمده اسبوعين. هي دي اعتى قدرات محافظ القاهره؟ اخوك اللواء كانت اعتى قدراته ان هو يطلعك بعد اسبوعين بعد ما فرج شبعك نيك؟ اهدى كده واعرف اعرف مقامك يا ابن الخول، واعرف ان في ناس هتعرف ترد عليك كويس وتحطك في مكانك. والموضوع ما هواش ارهاب فكري يعني ولا ارهاب لفظي، مش هتعرف ترهب حد. ينعدين امك عالي ابن متناكه. اه، فرج اقوى من محافظ القاهره. نكك لما شبعك نيك عشان يديك سجاير. انما فاكر ان انت هتعرف ترهب الناس مثلا او تزعل الناس او تخوف الناس ان هم يردوا عليك؟ لا، في ناس هتعرف ترد عليك وتعرف ترد عليك كويس وتعرف ترد عليك بطريقتك وتحطك في مكانك. خلي بالك يعني، واعرف مقامك كويس. شغل بقى الارهاب اللي انت بتعمله ده ما مش بيمشي على كل الناس. مش كل الناس هتخاف بقى ان هي تتلط معاك، ولا تتلط معاك يا ابني متناجي هطلع دين امك. عادي جدا يعني، مفيش اي مشكله. واعرفك مقامك بالادب وبقله الادب. وان كنت عايز قله ادب مفيش اكتر منها. وان كنت فاكر انك ظريف وبتعرف تقل ادبك وبتاع، لا مفيش اكتر منها. تعالى وانا اشبعك اعلمك يالا. انت كنت سلفي اساسا وبتتناك من الشيوخ السلفيين اللي واخدينك على حجرهم. فمتعلم قله الادب على كبر. لكن تعالى هادي انا هاخدك على حجري واعلمك قله الادب يا. انت واهلك كلهم وعيلتك كلها واللي يتشددوا لك واللي يعرفوك. انت يا ابن المتناكه لو في بلد محترمه، ما هو انت عشان في بلد بنت متناكه. انت لو في بلد محترمه انا كنت قضيتك وخدت حقي بالقانون يا ابن المتناكه. لكن انت لان انت في بلد بنت شرموطه، فاحنا نعرف ناخد حقوقنا بطريقه ثانيه. فهمت يا لبوه؟ يا خول التنوير. التنوير قلبك الصم. حكايه بقى العنصريه ومش العنصريه، كمل. هو بعد كده بقى لك مش عارف ايه العنصريه، وقطع صفحه من القران، وده مش عارف بيعمل ايه، وده كده انت ما جبتش للازيديات حقهم، وانت كده مش عارف ايه. طب يا ابن الخول، لما كنت قاعد تتكلم على المسيحيين وتقول ان هم ريحتهم وحشه، وان هم رجالهم ديوثين ونسوانهم بيتنكوا في الكنايس، كده انت كنت بتنشر التنوير. كده كان نشر التنوير. كان هو ده نشر التنوير. لما تطلع تهدد واحد ضفره برقبه كص امك يا ابن المتناكه زي ارنست، وتطلع ماسك له بندقيه وبتاع، مالك يا ابن الاحبه؟ بندقيه ايه اللي انت ماسكها؟ هتعمل ايه يعني؟ طيب، كفايه عليك كده لان انت ابن متناكه ما تسواش حاجه. ومعانا ابونا الاسقف المطران القمص البابا المعظم الانبا ارنست.
عامل ايه يا سيدنا؟ وحشنا والله يعني. تمام. شفت شكرا ليك. مصر وبتاع والحاجات الالاستيك دي وخفيت كده وبتاع. عامل ايه يا سيدنا؟ والله وحشنا. سيبك من قصهم الكلام ابن المشاكل. تمام تمام. انت عامل ايه؟ تمام، كويس كويس بخير. والله منورنا يا سيدنا. الله يخليك. هو انا بس يعني حابب اتكلم كده، هو ممكن يبقى بالراحه كده. هو براحتك يا يعني سيدنا. انا يعني حتى يعني عرفت عن يعني ان الواحد مش عارف ايه الصح اللي يتعمل لجورج، يعني صديقي العزيز. يعني هل الافضل ان الواحد يرد ولا الافضل ان الواحد ما يردش؟ يعني انا من وجهة نظري ان الافضل ان الواحد ما يردش. واخد بالك؟ ولكن على اساس ان الموضوع ينتهي، لكن واضح ان الموضوع مش منتهي. وبعد كده هو يعني كده كده هتتشتم. فيعني من الممكن ان احنا يعني من الممكن نحاول نهدي الامور شويه، يمكن يعني الامور تهدى، ويمكن في اذا كان هشام او حوالين الاخ هشام يهدوه شويه، يمكن افضل للكل. لان لو واحد طالع يشتم يعني يعني اهو الدكتور جورج قال يعني ما فيش اسهل من الشتيمه، بس يعني ما الموضوع يصحش. ما خدش مني ربع ساعه يا سيدنا. سهل يعني. اصل هو فاكر ان ماشي. هو الكلام ده بيرهب بيه الناس مثلا ويخلي الناس تخاف ترد عليه او حاجه. لا، ايه بلطجي مرتضى منصور التنوير بالصم. لا، احنا فينا لسان على فكره وبنعرف نرد كويس جدا يعني. اتفضل يا سيدنا. تمام. يعني انا بس حابب اعرض الموضوع. هو يعني من القصه من البدايه، لان هو يعني رايح جاي بيقول كلام مش مظبوط، وهو عارف ان هو مش مظبوط. حتى لما كلم جورج قال له انا تقولت على ارنست. طب خلينا نحكي الموقف ده يا سيدنا بسرعه. اتفضل. عشان برضو ايه وابن الخول يطلع يكذبني لو شايف ان انا قلت كلام غلط. بعد ما عمل معاك الخناقه دي، انا كنت ما بكلموش. لقيته باعت لي ايميل. هي دي كانت وسيله التواصل الوحيده اللي بيننا. انا عايز اكلمك ضروري. فانا كنت حالق له بصراحه. جيت مره كنت عامل حلقه مع فادي، فقعد يقول لي عايز اكلمك عايز اكلمك. قلت له عايز ايه؟ قال لي عايز اكلمك. قلت له طب انا لسه مخلص مع فادي، هبعت لك لينك الاستريم يارد اللي احنا كنا عليه، تعالى خش نتكلم. قال لي لا عايز اكلمك لوحدك، مش عايز يتكلم قدام فادي. مش عارف كان خايف ليه من فادي ولا مش عايز يتكلم ليه قدام فادي. المهم دخل قعد يحكي لي قصه بقى ان هو اعتقاله واعتقلوه ازاي وبتاع. وبعدين في الاخر قال لي بصراحه انا تقولت على ارنست بما ليس فيه. بس هي بقى حرب وكل حاجه متاحه في الحرب. هي حرب ليه بكس امك؟ ده اللي انا سالته ساعتها. ليه هي حرب؟ يعني هو ارنست عمل لك ايه يعني؟ مثلا رفع المسدس في طيزك مثلا؟ يعني انت بتعترف ان انت بتطلع تتقول على الناس بما ليس فيهم عشان خاطر تنصر نفسك؟ هو ده التنوير؟ اتفضل يا سيدي. هو قال حاجات حقيقيه، يعني قال ان انا مثلا اقرع. فالحقيقه انا حتى طالع دلوقتي مش لابس الكاسكيت بتاعتي ولا الضاهيه، لان انا حاولت ان انا اخبي على الناس كلها ان انا اقرع، بس يعني ايه، ما قدرتش اخبي عليكم اكتر من كده. فانا يعني لو هو ده، انا من الممكن ان انا اعتذر عنه. فيعني ما اعرفش يعني اعتذر عنه ازاي. المهم يعني فالقصه هو من البدايه للي يهمه يعرف، بما فيهم يعني انا احاول ان انا اتكلم بشكل هادي، ويعني ان الموضوع ينتهي. ومش بالضروره يعني ان انا خروجي صح يعني اساسا يعني، بس هو معلش يعني كاننا يعني ايه بين لا معلش يا اصدقاء سيدنا واخوه. برضو. عشان خاطر هو حاجه قصه كتير والناس ما سمعتش منك ايه اللي حصل، فلازم مع الناس تسمع. بالظبط. وبعد اه. كده مشتوم. واخد بالك؟ وبعد كده في حاجه كمان، ان يعني مش انا اعتقد كل الناس مش هتقدر تحترم نفسها لو هي شعره ان هي تحت ارهاب الشتيمه، او اي ارهاب من اي نوع، بما فيهم الارهاب البلطجه، لان ده نوع من انواع البلطجه اللفظيه، ان هو يخاف يتكلم. فانا يعني مش هحترم نفسي لو سكت يعني. طبعا ده مشاعري انا برضو، مره تاني ممكن ما يكونش مظبوط يعني، انا بس بقول يعني كده اهو. فهي فكره ان واحد يفكر ان هو يعني مونوبول الغلط يعني او الشتيمه هو المحتكرها. لا، في ناس ترد، بس مين بس احنا هنستفيد ايه من ده؟ يعني ايه الهدف منه؟ يعني انا مش شايف في هدف يعني.
طيب غير كده هو لو في وقائع نقول الوقائع، وانا برضو راح التمس له اعذار، يعني معلش لو يسمح لي صديقي جورج، يمكن في سوء تفاهم حصل. لا براحتك. فهو من البدايه انا عرفت هشام من في ناس طبعا كتبت لي لما انا بعمل حلقات بستضيف فيها ناس، ففي ناس عرضوا ما تستضيف هشام المصري، فانا شفت هشام المصري. بعد كده لقيت دكتور جورج عامل حلقه معاه، وهو دكتور جورج بيعمل حلقات متاخر فانا بشوفها تاني يوم اساسا، بس يعني لحظي الكويس او الوحش كنت سهران فمعلش يا جماعه لو انا برغي كتير، ادينا بنحكي مع بعض يعني، فمعلش. المهم فانا يعني رحت كتبت تعليقات، فانا فوجئت انه هشام يعرفني، وبعد كده هو او رحب بيا دكتور جورج يعني يشكر. فالمهم فجاء هشام بيقول انه ايوه ان هو بيتابعني، وقال استاذ ارنست يعني كتر خيره، وانا متابع الحلقات بتاعته وهو ما اعرفش ايه، يعني قال كلام كويس يشكر عليه، واني حابب ان انا استضيفه على قناتي، وانا ما اقلقش من ان هو يعني ليه لغته، لان هو راجل يعرف لكل مقام مقال، فيعرف ان هو يتكلم باسلوب يليق بالموضوع بتاعه، يعني اذا كان سخريه او شتيمه او سباب ايا كان، يعني كل واحد حر في اسلوبه، ويقدر برضه يتكلم بطريقه محترمه، فانا ما اقلقش منه، لان هو لما هيجي على قناتي هيتكلم بشكل مقبول جدا. طبعا الكلام ده يعني هو الدكتور جورج يعني ايه موجود، وهو انا كنت حلقه الوصل اصلا بينكم. وكان يعني والكلام كانت في الحلقه يعني في المداخله، وفعلا يعني تواصلنا مع بعض. دكتور عمرو. دكتور عمرو باشا، دي انا اول مره اتشرف بمعرفتك مباشره، يعني يكون في حوار مباشره يعني. المهم فلا اتفضل، لو حبيت انا ممكن اكمل بعدين، اتفضل اتفضل. الصوت يا مولانا عشان ركب السماعه اللي انت كنت مركبها المره اللي فاتت. راكب السماعه اللي كنت مركبها المره اللي فاتت عشان الصوت مش حلو. طب اديني فرصه ثانيه. ماشي على ما طيب المهم يعني برضو مش هطول عليكم، انه انا استضافته عندي وكمان يعني ده احنا عملنا يعني كانت في رحلتي بيحكي قصه حياته، شخص جاي من السلفيه وانتقل الى الالحاد، فيعني اكيد القصه فيها حاجات كتيره تتقال. ويعني انا عندي مبدا ان كل واحد حر في اسلوبه، لان ما فيش واحد عنده المسطره اللي يقول الصح ايه ونتكلم ازاي وما نتكلمش ازاي، لكن هو ايه اللي اعتقد ان احنا كلنا متفقين عليه، باستثناء لما يحصل تجاوز فيبقى نوع من انواع الرد، يعني هنا تبدا يعني نوع من انواع الشتيمه والملاسنه، لكن هو كمبدا عام، ويعني قال الدكتور جورج كده هو والدكتور عمرو برضه قال نفس الشيء، هو ان ما يبقاش في شخصنه، يعني احنا طب هنطلع على واحد نقعد نتريق على شكله مناخيري، طب انا اسف مناخيري كده يعني مش ذنب، اقرع، ايوه ايوه اقرع يعني المشكله ان هو نفسه اقرع. الكارثه. معلش يا سيدي، معلش انا اقرع. المهم التنمر اللي هو على شكل الشخص او الشخصنه، ان انا اتكلم عن شخصه عن اسرته، خاصه طبعا يعني يعني ايه ذنب الوالده والاخت والكلام ده كله، او حتى الاب وكده، او اي امور تخص حياه الشخص الشخصيه. لو الراجل بيعمل حاجات يعاقب عليها القانون، فالقانون موجود يعاقبه عليها، وانت لو متاذي منه فده موضوع تاني، احنا بنتناول هنا الافكار. السخريه مسموحه في الحدود دي وكده يعني. بعد كده هو ما يكونش الكلام فيه عنصريه، نجيب جماعه من الناس ونعنصر عليهم، ولا يبقى فيه تحريض على عنف او تبرير لجريمه، تبرير لعنف. اتفقنا على الكلام ده، كل واحد ليه اسلوبه وكل واحد مسؤول عنه. فانا بالنسبه لي كل واحد يتكلم هو حر،
هو حر طالما ان في الحاجات دي. صحيح من الممكن انا عن نفسي من الممكن تفلت مني كلمه مش مقصوده، ممكن واحد ياخدها بحساسيه اكتر. ده انا مره قلت واخد لي بالك ان في ناس اللي قلوبها سودة، واحد زعل مني قال انك انت السواد ربطته بالشر يعني ممكن يكون من السودان وكده، هو اعتبر ان ده عنصريه، يعني اعتذرت له. فالمهم يعني على اي حال وارد ان احنا نقول كلمه ياخدها بعض الناس بحساسيه زياده، على اي حال مش مقصوده. تمام. طيب فاستضفته عندي وكله تمام، وبعد كده هو حصل موضوع اعتقال. خلينا يا جماعه في الرسمي المعلن، دكتور جورج عمل حلقتين وكان يعني واضح ان هو يعني بمنتهى الامانه يا جماعه، احنا في ده شخص خرج من السلفيه، راجل بيمارس حقه في التعبير. لو هو اتقبض عليه الحشيش، اتقبض عليه قضيه غير قضيه الفكريه، فاكيد طبعا احنا في مركب واحده وضد قانون اسراء الاديان، ان واحد يتحاكم على رايه. الراي ده هل فيه كان تحريض على عنف؟ هل في شخصنه؟ في سباب؟ الكلام ده بيعاقب عليه القانون. لكن مجرد ان هو شخص ياخدوه للمعتقل او تتعمل له قضيه ازدراء اديان لمجرد ان هو ليه موقف من افكار لها علاقه بالدين، كلنا متضامنين، كلنا متضامنين، يعني لغايه دلوقتي كلنا في مركب واحده. ودكتور جورج عمل اكتر من حلقه، ويعني واعتقد يعني ان هشام شافهم، ويعني اكيد يعني تاثر بان في واحد متضامن معاه ومتاثر جدا، ويعني وخرج عن يعني هدوءه وايوه. طيب طلعت مع الاستاذ سعيد شعيب، مش عايز اجيب يعني انا اسماء لان برضه ولو ان هو اتشتم يعني، بس مش مشكله يعني، انا اعتذر للاسماء يعني، بس بتكلم في الوقائع. وكان مع صديقي مؤمن سلام، وكنت انا، وعملنا حلقه وفيها صوره هشام، وان احنا كلنا متضامنين مع هشام وضد قانون بتاع ازدراء الاديان باي صوره كانت، لان دي قوانين رجعيه متخلفه واحنا متضامنين تمام معها. هو ده المعلن. جميل، لغايه دلوقتي ما فيش مشكله يعني. لكن الشخص اللي تبنى القضيه بتاعته او القناه، واعتقد يعني مش بس انا، ناس كتيره اللي لهم علاقه بيه اتصلوا بيه بيسالوه عن هو ايه اللي حصل بالظبط. ليه؟ لان في مثلا نقاط استفهام، وانا قلت للشخص، قلت له لو في حاجات ما ينفعش ان هي تتقال، فده انا متفهمه جدا لامانه الشخصي و الى اخره، او تعرض حد المسؤوليه، او ما عندناش يقين بالقضيه فمش هنعرضها عشان ما يبقاش شكلنا وحش. فبيننا هو ايه اللي حصل بالظبط. لاني لو على اللي بيتقال مش من هشام، من اللي القناه بتقوله، فيها فجوات كتيره تخلي الناس ممكن تسال. فانا عايز استفسر، طب ومين المحامين اللي معاك؟ فيعني هو ذكر لي اسم من الاسماء المحامين بدون يعني برضو نتكلم اكتر من كده. هو صديق كان عندي، فانا رحت اتصلت بيه قلت له هو ايه القصه بالظبط، لان احنا من باب ايه؟ من باب ان احنا عايزين نطمن عليه. يعني انا لو انا رحت دلوقتي واختفيت وكده، هو يعني مش جورج هيهتم انه يسال ده في ايه، حصل ايه، على اساس لو في اي مجال ان احنا نقدر نساعد، يعني كله لغايه دلوقتي ما فيش مشكله. طيب فقال لي مع المحامي الفلاني، وهو صديق عندي، فانا اتصلت بيه قال لي ولا عندي اي معلومات. قال لا هو ايه الموضوع بالظبط؟ فمن باب في الدائره الضيقه كان مجرد استفسار عن اصل انت بتقول كذا، طب هو كذا. طبعا من الممكن اهو الاستاذ هشام طلع وقال لك عشان هو ليه يعني اسرته وكلام زي كده، هو فاتعامل معامله خاصه. طب تمام اوكي، ده رد. لكن ان احنا نسال في بيننا وبين بعض كاصدقاء مهتمين بيه، لغايه دلوقتي مفيش اي مشاكل معاه. ده مش يعني ده مش وحش مننا، ولا ان احنا بنشكك ولا اي حاجه، ده هو مجرد. وبعد كده يعني كل واحد يأول زي ما هو عايز، ولكن يعني كانت النيه هو المزيد من الاستفسار عن حالته وايه اللي حصل وازاي احنا ممكن نساعد الى اخره. طيب انا حسب تصوري انه الشخص اللي كان مقرب لي او القناه من الممكن تكون وصلت له الصوره برضو بحسن نيه،
ولكن يعني هو ممكن يستشف منها ان احنا بنكذب الروايه بتاعته. ممكن على اي حال يعني ما كان ان هو كانت في علامات استفهام، ده حقيقي، ده حقيقي، لكن المعلن والرسمي هي حلقات كامله. كم ساعه عملهم دكتور جورج، كم ساعه عملتهم يعني، او حلقه كانت ساعتين تقريبا مع الاستاذ سعيد شعيب ومع صديقي المؤمن سلام للدفاع عنه وعن قضيته، متبنينها تماما. ده المعلن، ان احنا عندنا كان مجموعه من التساؤلات، خلاص وهو الراجل جاوب عليها، فيعني اوكي تمام، خلص الموضوع، خلص الموضوع. هو خرج، لما خرج بعت طلب صداقه يعني، فانا ما اعرفش اذا كان هو او مش هو، بس لما اتكلمت معاه عرفت ان هو، والحمد لله على السلامه وكلام زي كده. هو حتى في ناس كتيره اساس ان هو انا على علاقه بيه، لانه عملنا حلقات، واعتقد يعني جورج استقبل برضه ناس كانت بتحاول تتاكد هل فعلا ده ولا واحد منتحل شخصيته، هل هو ده هشام. فانا اللي سالني قلت له لا، يعني انا اتكلمت معاه وتقريبا هو هشام. ده من الممكن، يعني انا حسب تقديري من الممكن هو انتظر مثلا ان هو لما يخرج ان يبقى في احتفاء بيه اكتر من كده، هو ان يعني ممكن شعر ان هو لوحده، شعر ان احنا كان يعني من الممكن بلاش احتفاء مناضل بقى، مناضل يعني وكده. يعني من الممكن يعني، فممكن نعتبر ان ده مثلا يعني خدها بحساسيه، ان ده مثلا يعني تقصير مننا يعني. بصحيح احنا ما كناش اصدقاء قوي، لان انا كنت يعني فتره صغيره وزي كده هو، بس ماشي يعني ممكن تكون احنا يعني ايه او انا عن نفسي كان المفروض ان انا يعني ايه نهتم بيه اكتر من كده هو يعني، او يعني يبقى في دعم معنوي اكتر من كده، وارد يعني. فمن ممكن يكون خد الموضوع ده بحساسيه، تمام ماشي، وارد يعني، وارد. المهم بعد كده هو انا فوجئت انه انا عملت حلقه عن يوسف زيدان وسميته الشيخ يوسف زيدان، اللي هي وجهه نظر يعني، كان نقد لكتاب اللاهوت العربي. فاللاهوت العربي ايه؟ اللاهوت العربي اللاهوت العربي. فانا سميته الشيخ يوسف زيدان على اساس ان والله هو ده يعني، انا ده رايي ان هو في حاجات زي ما احنا قلنا ايه اللي مسموح مش مسموح من وجهه نظري، هو اني انا اعتبر ان اي شخص يقول الاسلام دين ودوله، ان هو يقول ان العنف بتاع الجماعات الاسلاميه هو رد فعل لعنف الدوله، يعني مبرر، ما كانش هم اللي بداوا بالعنف، وكان منهج العنف مش في ادبياتهم، لا ده كان رد فعل، فكأن الدوله لازم تعتذر عن العنف اللي عملته، هي البدايه، وده الخطاب الاسلامي في الحقيقه. ان اللي عمله اسامه بن لادن لا، ده راجل ده صناعه امريكيه تماما، وان هو انسان حالم وشاعر، وانه مش هو اللي وراء العمليه الارهابيه بتاعت سقوط برجي المراقبه، مجموعه من الحاجات اللي انا بالنسبه لي هذه الاراء هي شخص اسلامي، زائد ان هو في طريقته في نقد اليهوديه، ويعني طبعا دكتور جورج وكده هو يعني هو بيتكلم في اليهوديه واحنا بنتكلم في اليهوديه، وفي المسيحيه بنتكلم في المسيحيه، ودي خلفيتنا يعني، احنا مش مطالبين ان احنا نقول اكتر من كده هو، لان هو ده اللي احنا نفهم فيه يعني. الدكتور عمرو بيتكلم في الاسلام وكده هو، لان يعني مش احنا اللي هنفتي في الاسلام، وفي شخص خرج من الاسلام ودارس الاسلام ويعرف في الاسلام، لكن يعني احنا كمتضررين، لان الاسلام ده بيضر الكل، بيضر الكل، و لكن المسيحيين متضررين من الاسلام المهيمن، وبالاضافه طب الى انت سؤال انت انتقدت يوسف زيدان، وبعدين يعني بصرف النظر عن تمام، السبب، فانا انتقدت يوسف زيدان، مش عاجبك كتبت في العنوان الشيخ يوسف زيدان. صوت. فيبدو هو شرح كده هو ان هو لما كان لوحده، فمين اللي استقبله كده هو كان يوسف زيدان، فده امور شخصيه يعني. الراجل يوسف زيدان احسن مني، ان الراجل كان المفروض واخد بالك عمل معاه دور واجب كويس، ده يعني يشكر للاستاذ يوسف زيدان. لكن مش معنى كده مش معنى كده ان انا لما انتقد يوسف زيدان، طبعا لا انتقدت يوسف زيدان لا شكلا، لان انا شكلي مش عدل يعني، فانا مش هتريق على شكل الناس يعني، ممكن يكون يعني لا انا على فكره انا واحد من الناس اساسا ما بطيقش يوسف زيدان، ماشي يعني عادي يعني وهو شايف نفسه اكبر، يعني مدي لنفسه حجم اكبر من حجمه، وهو اساسا بيتكلم كلام يعني. لما طلع قال لك صلاح الدين ده اوسخ شخصيه في التاريخ، هل في مؤرخ بيتكلم باللغه دي اساسا؟
ماشي، على اي حال دي وجهات نظر، لكن لا انا يعني التاني بقى ايه دخله؟ انا ما هو ده السؤال. يعني اول حاجه ان انا وظفاك هل مثلا انا انتقدت يوسف زيدان مثلا لاسرته وبنته وابنه، المهم يعني حاله اسريه، هل حاجات شخصيه، هل شكله؟ لا، انا انتقدت مجموعه من الافكار وبعض اللي كنت ساعات برضو في سخريه. وحتى لما الاستاذ يوسف زيدان يعني اتصل بيا مشكورا، يعني كان عايز يهدي الموضوع، فيعني قلت له معلش انا لو خدتني الجلاله يعني وما اظهرتش الاحترام الواجب يعني، وكان النقد ممكن كان في شويه سخريه، فيعني ايه معلش يعني وكده اهو. فيعني المهم الموضوع خلص كده. هو لقيته كاتب، هو اللي قال لي يعني، انا ما اعرفش يعني، ما كنتش متابع صفحته، كاتب كام بوستات مليانه شتيمه فيا بس، وهو بيكتب لي بيقول لي على فكره انا عايز اكلمك، كنت في الوقت ده في مصر. ف ساب لي رساله 9 دقائق، لقيت انا سمعت منها دقيقه ونص وما كملتش الباقي. انت جاهل باللغه العربيه، انت مفكر نفسك مين؟ انت بتتكلم ازاي عن الاستاذ يوسف زيدان؟ الاستاذ الحاصل على مش عارف جوائز ايه، المرشح لايه، فانا قلت له انا مش هكمل الرساله، ولكن انت مالك اتكلم ازاي على يوسف زيدان؟ يعني مش موضوع. لا دي كانت محتاجه رد تاني خالص لما حد يبعت لك رساله. المهم انا بحكي اللي حصل، انا مش بقول اللي انا عملته صح ولا مظبوط يعني، بس انا بنحاول يعني ان احنا الموضوع ايه يهدى شويه. ممكن يكون انا لو حد بعت لي رساله زي دي ده هتكون فيها دم يعني. فاتاري كان كاتب بوستات فيها بقى ان الجهل وان ما بعرفش لغه عربيه والجهل يعني. المهم انا ما حتى ما شفتهاش. فبعد كده هو كمان كتب انه هو تحت يعني بتوصيه من الاستاذ يوسف زيدان عشان يوريني قد ايه الاستاذ يوسف زيدان كويس. طبعا مش هو ده الموضوع انه كويس او وحش يعني، كان موضوع افكار. المهم ان هو تحت يعني بطلب من يوسف زيدان، هو كتب كده بطلب من يوسف زيدان هيشيل البوستات دي، ولكن كتب عباره يعني، هو لو كان كتب وخلص الموضوع ومسيرك تيجي تحت المخرطه يا ملوخيه. انت يعني انت اضطريت نزولا عن يعني على رغبه الاستاذ يوسف زيدان شلتهم، لكن انت مسير ده انت قاعد بتتصيد لي. طب هو ايه المشكله؟ فانا بقول احتمال هو برضو وصل له ان انا كنت بناضل ضده في فتره غيابه يعني لو كنت. المهم طيب ادي الموضوع بمنتهى البساطه. بعد كده هو بقى استلم يكتب بقى بالتصريح، لان انا هو بيقول لي يعني ان انا عملت كذا كذا كذا، وبعد كده لما رحت بصيت لقيت تحت المخرطه الملوخيه، رحت عملت له بلوك. ممكن يكون ده جرحه نفسيا ان انا عملت له بلوك، فاستلمني. ولغايه النهارده حتى لما يختلف مع دكتور جورج، يختلف مع اي حد، لازم انا اجي في السكه واتسحل. لكن موضوع ما بتفكرش تزرع شعر وتخلص نفسك من القصه دي. المهم لكن اللي حصل برضو في خلاف تاني حصل الحقيقه برضو. كنت مستضيف الاستاذ احمد حرقان، ولان حصل موقف قبلها، هو كاتب على المسيحيين ممكن موجودين لان ده البوست اللي اتعمل، هو الحقيقه بعد كده يعني اعتذر عليهم. فمثلا نشوف البوست اللي كتبه وانا هقول رد فعلي اللي منه ممكن يكون غلط على اي حد، مش هو ده. فكتب مثلا المسيحيين، ثانيه واحده نعمل شير للبوست ده يا سيدنا. اتفرج. اصل برضه يعني معلش يا جماعه، انا لاقي في جماعه مسيحيين مختلفين مع دكتور جورج ومختلفين معايا، وعادي احنا نختلف. فمن ممكن يكون حصل بيننا ان انا عملت له بلوك او هو اللي عمل لي بلوك، عملت له انفريند، واعرف البعض منهم يعني شفتهم عنده. انا اللي عملت له انفريند، هو اللي عمل لي انفريند، في سوء تفاهم اوكي. لكن لدرجه انكم انتوا تروحوا تؤيدوه يعني، معلش يعني في حدود. لما يقول لماذا المسيحيين المصريين خاصه والشرقيين عامه ريحتهم سيئه وعفنه مثل الكلاب. مجرد سؤال وارجو الاجابه عليه بادب. تساؤل بادب يعني، خلي بالك بادب يعني بيطلب من الناس انها تبقى مؤدبه في الرد. يا جماعه احنا بنعرض افكار يعني، تمام. لا واضح. وفي حاجه ثانيه كمان ان هم يعني في المهم الاسس بيدخلوا عليهم، هو الكلام اللي بيقولوه السلفيه عن المسيحيين ان احنا ريحتنا وحشه. بس الحمد لله مش كلنا قرع يعني، هو عندكم دكتور جورج ما شاء الله يعني. المهم وحاجه ثانيه. فالمهم انا شعرت المفروض انا اعمل ايه. انا كتبت قبل كده هو يعني موقفي من القضيه بتاعت اسرائيل وفلسطين وكلام زي كده هو،
فعملت حلقه كامله ان انا ضد اليهوديه مش ضد اليهود. التوراه وتاريخ اليهود وهم اساس الاسلام والمسيحيه هي خرجت من اليهوديه، والعالم ابتلى باليهوديه والافكار اليهوديه، لكن مش معنى كده ان انا عادي اليهود. نفس الشيء انا عندي مشاكل مع اللاهوت المسيحي، مع الاناجيل، مع شخص المسيح نفسه، لكن مش معنى كده ان انا بكره المسيحيين ولا غير متضامن معاهم لما تكون فعلا قضيه حقيقيه. مش حتى دلوقتي الحق دخل في الباطل وبقت اي واحده تخرج مع واحد شغل المؤامرات. هم ضيعوا بتوع حقوق الاقباط، ضيعوا القضيه القبطيه. ده من وجهه نظري برضه، مره ثانيه ممكن انا اكون غلطان. لماذا المسيح المصري والشرقي مشهور بالدياسه على زوجته؟ سؤال وجيه، سؤال وجيه. كثير من السيدات المصريات والمصريات والشرقيات يمارسن الجنس مع القساوسه والرهبان في اقدس الاديره المسيحيه، ولم نسمع يوما زوج مسيحي، لم نسمع يوما زوج مسيحي اعترض على الامر. طب انا بالنسبه لي ده حتى انا لو بنتقد المسيحيه او حتى لو بنتقد الاسلام، واحد قال المسلمين كذا، ما كان انا كنت بسمع زمان اساقفه يقول له ايه ولاد المضلقاتيه. طبعا بيقولها في الكليه الكليريكيه لما انا كنت في الكليه الكليريكيه، لكن بره بيبقى مؤدب. فانا نفسي كنت وانا يعني مش عجباني الكلمه، لان انا شايف ان في اساءه وفي تعميم. يعني ايه ولاد ايه المهم؟ طيب زي مثلا لما يطلع واحد ارثوذكسي ويقول لك البروتستانت الجواز بتاعهم احنا لا نعترف بيه، فبيعتبر ان هو جوازهم العلاقه بينهم زنا. يعني كل بدون الارثوذكس اللي متجوزين على السر بروتستانت، امال يبقى المسلمين ايه؟ برضه علاقه زنا. هل هي المهم؟ ده كلام عنصري يا جماعه بمنتهى البساطه. انا ترددت في الاول الحقيقه ان انا ارد اكتب على البوستات دي، ولكن في الاخر برضو اللي هو الموقف اللي انا فيه دلوقتي، ان انا لو ما ردتش ليه؟ ما كتبتش ليه؟ ان انا خايف وانا ما احبش ان انا ما احترمش نفسي. فرحت كتبت، وده الحقيقه انا عملت كده. هو انا كتبت. طب هو البوستات دي بتاريخ ايه؟ تاريخ بقى لها قد ايه؟ ما ده من زمان، بس هو حاططني في دماغه يعني، فمش هتتنسي يعني. المهم مش فاكر، هتلاقيه مكتوب على فالمهم ان بمنتهى البساطه قلت اي حد عرف الشخص ده عن طريقي فانا اقدم له الاعتذار، لان ده كلام عنصري. طبعا هو بعد كده هو شال، فخلاص شال وندمت وبتاع، فخلص الموضوع. وانا قلت كده على اساس كان محشش برضه سكران وكده، كان سكران ومحشش وكده. نفس الفكره. هو بيقول دايما ان هو يعني كان لا هو محشش، ما هو انا محشش طول الوقت. تمام. فعادي خلاص هو قال كده هو، والقول ده عنصري اعتذر عنه، وانا قلت كده على اساس ان هو مصر على هذا الراي وغير رايه وانتهى الموضوع. طيب بعد كده هو لا، هو الموضوع كبر في دماغه، وبعد كده هو اشتغل كلام خارج ومن اللي قلبك يحبه، لدرجه ان هو طلع في كاتب بوست طبعا مليان شتيمه، وان جدوده من الاسياد بتوع العرب. ده طبعا يعني معانا الاستاذ عمرو والدكتور عمرو. ففي التاريخ يعني كانوا بيلبسوا اجدادي، انا على اساس ان انا قبطي، يخرب بيته هو فاقي يا ابن ميت، بيلبسوهم الزنار وبيركبوهم على الحمير. وهو فرحان يعني، هو كده يعني، هو كده سعيد وبتاع. طبعا وكده لازم الامور ترجع الى اصولها، وهو يرجع هو من الساده واحنا الاقباط الذميين، وهو هيركبني انا الحمار، وانا اهلي فقراء في مصر. وواحد راح كتب له ان انا معايا دبلون صنايع، وهي المشكله ان يعني ما بطلعش الدكتور بالنون ولا ان انا دبلون صنايع. لا بالنون ولا بالميم؟ بالنون. لا هو هي المفروض بالميم، يبقى هو بيقولها بالنون دبلون. لا ده لازم كان في حاجه، ده انا كان في حاجه هو بيقولها بيضحك، بيقول لك على فيلسوف، يعني بيقول على اللي هو فيلسوف، هو بيقول عليها ايه؟ فيلسوف. ما دي دي شغل دبلومات دي. والله ما بقى فيلسوف. انا خلاص انا قربت اخلص، انا اسف. المهم بس هي الفكره هو ايه، طبعا ماشي ممكن، بس هي دي ما اعتذرش عنها يعني، فعادي. وبعد كده طلع، لان هو في اخر فيديو طلع فرحان بيقول ان انا يعني ايه طلعت وماسك كلانشكوف ولا الآلي، لو تورينا الصوره طلع ماسك الصوره، طلع بيهددني بان هو هيجيبني، انا هكون فين هيجيبني،
وما اعرفش، وكمان لاهل في مصر الفقراء الغلابه يا عيني اللي موجودين في ده مصر، شوت جان، ده شوت جان، ده مش راح يظبط الدنيا معاهم. اه وحتى هو يعني حتى دي ما اعتذرش عنها، اه وانا مش منتظر اعتذار يعني، مش مشكله يعني، بس انا حابب اوضح الصوره هو المشكله فين. المهم فانه بيقول وانا رحت ايه، ما اعرفش كان هو بيقول شارب ولا ما قالش ان هو شارب، فطلع بالسلاح، رحت انا طلعت ايه، هيقتلوني يا ابوي. ما اعرفش هو شافني فين، انا كنت في فرنسا، فطلعت مثلا هو كان بيركب كاميرات هنا هو، فانا طلعت اجري شخيت على روحي عشان هيقتلوني يا ابوي انا. المهم فوالله لو انتم شايفين ان الخلاف في او اللي انا عملته في غلط في حقه هشام، فانا هو قدامكم يا جماعه، او حاجه يعني انا نسيها بصراحه مع حرقان، مع احمد حرقان، مع بصراحه لا، انت الموضوع خد معاك وقت اكتر من اللازم. ده انا ليا، ده انا نازل الموضوع اتشتم من مش عارف ايه، ده هو كل ما يفتكر حد يروح الموضوع جايب خد له اكتر من ده. اساله بقى اللي قاعد جنبك ده، اللي قاعد جنبك يعني ايه، انا اكدت ان انا اظهر معاه بسيف الحياه، بمعنى جورج نفسه طب كلمه، طب قلت له بقول لك ايه، يعني كنت هتكسب بقى، طب خلاص اكلمه وخلاص كذا مره وموجود اهو. قلت له لا، هو هذا الشخص بيدعي انه عنده فراسه، بيعرف الشخص. الواد ده انا اتفرجت عليه مثلا بتاع 3 دقايق، وده ما كنتش اعرفه، ما اعرفوش غير عن طريق جورج. قلت له بص، قول له اي حاجه، قول له مش فاضي بتاع، انما الشخص ده لا، انا مش عايز اعرفه، ما يلزمنيش في حاجه، وانتهى الموضوع. انا قفلته لغايه كده. انا بس يعني عايز اقول الحته بتاعت احمد حرقان عشان كده تبقى القصه انا بتاعت سمعت بتاعت احمد حرقان، ما انا سمعت بتاعت احمد حرقان. هو ليه انا يعني كل الناس هشام هشام هشام، واحد طالع بيهددني ان انا عيلتي الفقيره وانا الدبلون والاقرع والمخصي ولا ما اعرفش ايه. المهم لا على الشتيمه انا مش فاكر، بس هي كانت كتيره قوي يعني، واكيد اللي سامعينه يعني ايه عرفوا كتير يعني عني. المهم من الشتيمه يعني اللي بيقول عليا. طيب وبعد كده طالع بيهددني، فيعني لما هتيجي سيرته انه معايا احمد حرقان بيحكي قصته ازاي طلع من مصر وكلام زي كده، والناس كاتبالي وهشام المصري وهشام المصري. قلت له يا عم هشام المصري القصه بتاعته اذا كانت صح، لكن هو ما سابش حد ما غلطش فيه، وانا ايه المشكله اللي معاه؟ موضوع يوسف زيدان يا عم انا غلطت في، يا عم انا غلطت في يوسف زيدان، يوسف زيدان يعني، مع ان انا ما غلطتش في يوسف زيدان يعني، لا في شخصه بتاع، اختلفت معه في الافكار. لا انا بغلط، عشان قلت ان هو الشيخ، فانت ازاي تقول عليه الشيخ مع ان الشيخ دي مش شتيمه يعني، اعتبرها سخريه يا سيدي، بس مش ما عدتش ما تجاوزتش الحدود اللي انت صاحبك فتتحمق عليه فتبقى عايز الى اخره. طيب المهم ادي كل اللي بينه وبينه. هو زعلان مني ليه؟ عشان يوسف زيدان؟ ما اعتقدش. طيب زعلان مني عشان اقرع؟ انا اسف. زعلان مني ده اللي مجنني، ده اللي مجنني عشان انا مثلا وصل له ان انا هو مش هو، انت عارف هو في حاله انكار لان هو ان انا ما سالتش عليه الى اخره، فانا ما اعرفش هو زعلان مني ليه. نفس الشيء زعلان من يوسف ايه؟ ما يلعن امه. حاجه تانية نرجع، معلش انا اتكلمت عن نفسي كتير. طب انا برضو بحاول افهم، طب كان زعلان مع سعيد شعيب ليه؟ ما سعيد شعيب طلع برضو هو اول واحد قال له اقرع وفتح في سعيد شعيب، قلت بس. وايمن عجمي اللي هو مش عارف الدول ولا صمد، مش عارف حامد عبد الصمد، ما هو اللي طلب مني اتصل لي بحامد عبد الصمد يعني، مش المهم يعني المهم، فحامد عبد الصمد ما طلعش معاه، فهو راح استلم حامد عبد الصمد واستلم ايمن والكلام ده كله، وبعد كده مسك في سعيد شعيب. قلت بس يبقى الدور الجاي عليا. حتى انا لما بيقول سعيد شعيب اقرع، انا اسف يا استاذ سعيد، قلت ماشي يعني، ما هو برضه يعني مش القصه يعني، المهم تشيلها من على عينك القصه. المهم فقلت الدور الجاي عليا، فما اعرفش هو يعني ليه داخل في الناس كلها داخل. طيب اعمل لك ايه سعيد شعيب؟ اصل انا ما اعرفش كل تاريخه في كذا وقعد يشتم فيه. عمل لك ايه سعيد؟ ده هو لما انت كنت موجود في السجن، ما احنا عملنا حلقه تضامن معاك. عمل لك ايه فلان؟ وده غلط، تتضامن معاه ليه اساسا؟ ده غلط. انا عملت ايه معاك يعني؟ حرق دين امه مرغوب في داهيه. قصرت معاك، كان المفروض ان انا اسال عليك، معلش حقك عليا.
كنت بسال عليك اللي ماسك اللي هو القضيه بتاعتك، ما اعرفش وصل لك ايه، الله اعلم. ها بس ده انت انا عملت جورج، الدكتور جورج عفوا، عمل لك ايه لما انت كنت في السجن؟ واخد لي بالك؟ ماشي لو ماشي يا سيدي، لو عنده شكوك على القصه وانت وضحت ليه سبب ان اي واحد كان هيشك، يمكن عشان ما كانش يعرف انك انت يعني من عيله كذا وكلام زي كده هو. وبعد كده انت من عيله كذا وفي نفس الوقت عذبوك جوه. فالمهم لو في علامات استفهام ده عادي، انت ممكن تشرح وجهه نظرك، بس ده يعني الراجل ده رايح جاي تريقه، او انا مين في كل اللي انت شتمتهم عمل معاك ايه؟ ده اللي انا وبعد كده هو الموضوع نسكت، ما هو ما بيسكتش ده، ما هو يرجع تاني يفتكر دكتور جورج روح جايبني في الرجلين، مش عارف مين روح جايب في الان وجايب جورج وجايب مباشره او غير وقاعد يوزع نصايح. انت يا استاذ هشام، انت عندك محتوى جميل وتنويري وبتتكلم في السياسه وبتتكلم في كل حاجه واديك ليك جماهير وكلام زي كده هو. طب مالك ومال الناس التانيين؟ لا انا دلوقتي بتكره كلمه تنوير، وانا عمري ما قلت ان انا تنوير، والراجل ده من ساعه ما طلع ما قالش ان هو تنويري. طب وقلت النصيحه تشكر على النصيحه، خلاص يا سيدي، خلاص يا سيدي. لو شكلي وحش وبتاع ما انت مش مضطر تسمعني ولا طب ممكن الغي انا اقولها الكاميرا. لك بمنتهى الصراحه، كده احلى. انا اقولها لك بمنتهى الصراحه. اتفضل يا مولانا. كده. لا اصل ممكن يكون شكلي وحش مزعج ناس كتير، بصراحة انا اسف برضو يعني. لا انتوا الراجل ده انتوا ما فهمتوهوش او ما قدرتوش تقروه، ده الامانه. وده لان هو بقول لك جورج اللي قاعد ده، قلت له انا مش عايز اشوف وش، مش عايز، ما كانش في حاجه بيني وبينه، ما اعرفوش اساسا مين ده، ما اعرفه. انا شفت قال لي ده في واحد وكذا، قلت له طب هو مين ده؟ اتفرجت 3-4 دقايق، قلت له بص انا لا عايز اعرفه ولا اشوفه، قول له بالادب كده مش فاضي بتاع ده. وكذا مره اتكرر الامر وهو شاهد، قلت له لا انا مش هقدر، انا ده ما يلزمنيش، مش عايز وجع دماغ وبتاع شكل يعني. انا بقى فعلا النهارده انا اقدر ادعي ان انا عندي فراسه ان انا اقدر اقرا اللي قدامي. هو بيدعي بقى يقدر، لا انا قريته، الواد ده انا قريته، انا مش عايز وجع دماغ. وبعدين بقول لك الناس بتشتمني. طب انا اقول لك بقى حاجه لطيفه جدا، ايام ما انا كنت بعمل بقى، انا بقالي سنين اساسا ما بعملش فيديوهات، يعني انا خلع دماغي جه بقى مره ايه يعني في اواخر المرحله اللي انا بعمل فيها قال لك ايه، كان في واحد اسمه احمد سامي، احمد سامي ده دخل في قضيه بقى وقتل ومش عارف وحاجات غريبه كده، فقال لك احمد سامي بيشتمك. اما الناس بعتت لي قلت له طب ما يشتم، يعني ما عمري ما رديت، يعني عمري مثلا ما قلت احمد سامي وده ابني ولا كأن ده موجود. انا مع دماغي ومع نفسي، وما عمري ما رديت يعني قلت مثلا رد ولا يعني الموضوع ما يلزق. اشتم، من حقك تشتمني، مفيش حاجه في القانون تمنع انك انت تشتمني يعني، ولا في الدستور، فاشتم ولا متجاهلك وخلاص على كده يعني، مش بيج ديل يعني. فده ايه، اصل هو شتمني، اصل هو انت مين يلعن دين امك؟ انت كلب ولا تسوى؟ ايه بقى اللي انا سخني؟ اصل هو مستغرب قوي ايه اللي انا سخني. هقول لك انا، هو اساسا بقى لنا مده عمال يلقح على، هو اساسا ايه، يأس ان هو يتكلم معاه مباشره او نقعد مع بعض او بتاع، وانا ما اتكلمتش عليه نهائيا يعني. هو انا كارفه، بس عمري ما انا مش هطلع مثلا اعمل له فيديو ولا بتاع، وخلصت على كده. فجاي بقى الموضوع ايه بقى، بيلقح عليا برضه مطنشه، يعني اللي هو اصل ما اسمه ده بيطلع هرج بتاع ما عندوش ده. انا بقى بتاع التنوير. ثواني بس. ماشي يا دكتور جورج، لو ليك تعليق واسيبكم انا. نورتنا يا منى. شكرا ليك. واحنا يعني سعداء بخروجك معانا.
لا يعني انا اتمنى ان الموضوع خلاص، يعني لو هو مفكر ان هو بس اللي بيعرف يشتم، لا ده كلب ايوه ولا صحيح يخسر انا ما عنديش مواهب، واخد لي بالك، بس هي مش كده يعني. وبعد كده هو انا برضو ما ينفعش انك انت تفكر يعني انك انت هتمارس عليا بلطجه او ارهاب الشتيمه فانا اخاف اطلع. انا في كل ما في الموضوع عايز الموضوع خلاص، يعني انت واخد على خاطرك مني، طب يا سيدي انا وحش ما تعملنيش تاني، خلص الموضوع. بعد كده معلش يعني في ملاحظه، الجماعه المسيحيين اللي بيروحوا له بعد ما شفت هو اللي بيقولوا ايه، انت زعلان مني، مش معنى كده هو يعني معلش انا غلطان ان انا كتبت البوست ده لان اعتبرت ان هو عنصري، لان ساعات برضو انت بتدافع على الناس بتبص بتلاقيهم ان قضيتهم، بس طبعا لا غلطا هو يعني. هقول لك ان في انا ندمت، نقطه، لا ما ندمتش يعني، في نقطة بس هو خلاص تراجع عن الموضوع يبقى انا، لا في ده هو نقطه يعني ان المهم. هو في حاجه اسمها خط احمر. الخط الاحمر ده تعدى، اتس اوفر، ما ينفعش خلاص. فانا واحد من الناس بقول لك انا كرفته وما بس ما عبرتوش، يعني مثلا ما طلعتش الشتام، مش عايز وجع دماغ وانتهينا. بدا بقى هو يخبط فيا اساسا، ده في مقاطع مش عارف الشام المصري يشتم مصر، ماشي يشتم صمك، ما تلزمنيش برضه. وبدا بقى ايه كل شويه يلحن على جورج وبتاع، حتى جورج كان ساعتها بيقول لي ايه الواد ده اعمل معاه، قلت له تجاهله، ده حشره ملوش لازمه، وتجاهله يعني اصلا عيل ملوش لازمه يعني. انا بقى ايه اللي سخني فعلا؟ مقطع مصطفى الحسناوي. الواد ده معتقد في ذهنه انا كنت هكتب له مقطع اسمه عصران، عارف عصران الضبع بتاع فيلم الهلفوت، اللي هو كان لافف ورق جراد على صدره وبتاع، اللي هو معتقد في نفسه ان هو ضخم وواد بقى مخلص وبتاع. فاللي هو بقى مصطفى الحساوي اساسا، عارف لو مصطفى الحساوي ده طلع شتمه كنت هسكت، يعني خلاص بقى يعني واحده هو رد بواحده. فعل الحقيقه. واحده بواحده وخلصنا بقى. بس مصطفى الحساوي غسله بالادب، هو مش قادر الواد ده غبي لدرجه ما بيفهمش الحاجات دي، فمصطفى الحساوي غسله. الاوسخ من يعني انا كده، معلش انا اسف للمقاطعه، يعني اللي قاله مثلا دكتور جورج في بدايه الحلقه ان هو يجيب سيره اهله، هو انا يعني ما احنا قلنا ان هو ده ما هو ده يعني، غباوته، هو بس هو معتقد ده ان رد هو فعل على واحد بقى بيقول له مراتك وامك وما اعرفش ايه، فانت يعني الواد ده منتظر غبي ايه؟ جدا، ما الواد ده هو غبي معلش هو جدا. ساعات اصل في واحد يقول لك ايه، يقعد يخليك لحد ما تغلط في الاخر شفت اهو غلط. ما يا جماعه ما هو المهم. المهم المهم انا راح بقى اترككم. مصطفى الحسناوي ده غسله بالادب. الاوسخ بقى من موضوع مصطفى الحسناوي، هو دلوقتي ايه الفويس نوت اللي بعتها، قال لك اتبرأ منها وقال لك ايه، اصل انا كنت محشش، اصل انا سكران، انا شارب شمبانيا، وانا لما بسكر واصل انا عصبي جدا، اللي هو شغل الصناعيه اللي بيعمله ده. ماشي. الفيديو اللي عمله، طب هو كان سكران لما عمل فيديو اسمه العاهره المغربيه؟ يعني هل هو يبقى هو كان سكران في الفويس نوت؟ هو كان سكران برضه وبتسكر ليه يا ابن المتناكه وانت مش قد السكر؟ بتسكر ليه يا ابن الاحبه؟ المهم عمل فيديو العاهره المغربيه ده بقى، اللي هو ايه الواد ده اوت اوف كنترول، لازم حد يلمه. وبعدين المشكله بصراحه الواد ده عامل زي مرتضى منصور، اللي هو يشتم الناس وما حدش يرد عليه. طب يا عم ما بتردش عليه ليه؟ اصل هو بقى قليل ادب وهيشتم. طب ما هو لو انت سبته بقى هيطربق الدنيا، فليه تسيبه؟ لا فراح بقى انا اروح اول مره اشوف البت المغربيه دي اللي هي عامله زي قناه اسمها حوارات مريم، لا في الادب والتهذيب يعني لا. وبقى طبعا عمرها ما هترد عليه باسلوبه، انت واخد بالك؟ ف وبعدين يعني واحده في ميل وبتاع ده عشان اوريك ان هو ابن متناكه كذاب، الواد ده كذاب قوي. بس هو شال مقطع عشان يعرف يكذب براحته، قال لها حرفيا خزع المجيدي بيناكها حرفيا. سمعت المقطع؟ سمعته وبعدين سمعت. ايه؟ وبعدين انكر، قال لك لا ما قلتش. عارف انت نظام الجاز لايتنج اه بتاع النارسيسستيك بيرسوناليتي، اللي هو ايه يغير الحقائق وبتاع، ولا ما حصلش، لا هو جاز لايتنج على طول. وقال لا، وده قال لا بتطلع عشان توري طرزها وبزازها وكسها كذا مره. ومش مثلا قال ان خزعل المجيدي بينكها، لا ده قال لك وانا عارف بقى كل حاجه وهو بقى خزع، بس انا مش عايزك، قال يعني الواد بقى دريان بالاسرار انت فاهم؟
فالمخابرات فالواد ده وقصته كان قال لك انا بعتوا اه بتاعته وبعتوا لي قصه حياته وعارفين عنه كل حاجه والناس شافته في القداس شافته في اه في القدس. لا بيقول لك ايه، الناس شافته في امريكا، هو فاكر امريكا دي الحاره اللي هو ساكن فيها. انت امريكا دي القاره دي، بيقول لك شافته في امريكا. المهم سيبك في القداس. فبصراحه اه لا اللي عمله مع المغربيه ده، هو لان هو انستيبل، شخص انستيبل اساسا، يروح حاطط فيديو ويشيله. لا مثلا انا بسيب دين امك يا ابن الاحبه، فانا عمري مثلا بعد مليون سنه عمري ما هشيلها، انا عارف انا بقول ايه. فقال لك لا انا ما قلتش ومش عارف، لا كداب الواد ده، كداب كده. طب هو اتحدى لو راجل يحط الفيديو ده تاني ونشوف قال ولا ما قالش. انا بصراحه بقى بعد العاهره المغربيه وكتب العاهره المغربيه وشفاتيره الجميله ديت، وبعدين يا ابن المتناكه يا ابن المتناكه، هو انت فاكر نفسك عندك 13 سنه يا ابن المتناكه؟ انت صابغ وحالتك بالباله. وقال يعني مثلا فاكر نفس الواد شباب يابا، انت داخل على ال50 يا قص امك. فالمهم فلا انا بقى بعد الموضوع العاهره المغربيه وكل شويه يجيب عليك علي، اكتشفت ان بصراحه المشكله مع الواد ده ما حدش مسكه هزاء، ده محتاج يتروق، يتظبط صح، والسكوت خلاص انتهى بقى. وبصراحه الواد يعني عارف لما يكون واد غبي قوي وحقير قوي وواطي قوي وبيئه قوي وبعدين مستفز ويقول لك لا انا بقى انا محلل سياسي فيلسوف وبعدين عندي فكر ديني مش يا ابني المتناك انا ما استجرش، لو قعدت جنبي في قهوه اقول لك امشي يالا ان الحكومه تاخدنا. ابن متناك يا ابن متناك مش ممكن. وبعدين وبعدين بقى سمعت بقى ايه لما مع مصطفى الحزام، سمعت بقى الفيديوهات الجميله بتاعت ايه قصي بطار مش عارف ايه والكلام اللي بيقوله. لا لا ده مريض. فانا بصراحه وبعدين انا خلي بالك بقى لي مده ما عملتش مشاكل، فانا اساسا يعني ايه برضو المشاكل ايه بتصحيك والادرينالين برضو بيشتغل وبتاع، فقلت طب ماشي يعني تعال. وهو بقى فاكرني قاعد بالعداد بقى انا عندي كام متابع وبيتكلم على القناه انا سايبها اساسا بقى لي 10. انا اخر فيديو تقريبا انا عامله بتاع حسين يعقوب ابن الاحمد لما قلت عليه الشيخ سوسي من سنتين مثلا الكلام ده. ف فاللي هو اي دونت جيف ا فاك يعني، بلا قناه بلا متابعين بلا وجع دماغ انا بس ايه برضو. وبعدين هو وقع مع الشخص الغلط، الواد ده وقع مع الشخص الغلط بجد. فالايام القادمه بس انا طالع بالصدفه مش بس انا عمري ما هخليه نفسي ان انا بقى ايه تو رياكت تو هيم، انا اخليه هو يرياكت. انت عارف الواد ده لما رزعتهم له من كام يوم كده عمل إيه؟ لن ارد، انا رسالتي وهدفي التنوير ولن ارد على هؤلاء الكلاب وانا بحلق. بعدها ب3 دقايق الكلب العجوز وبعدين غبي. انت عارف الفيديوهات اللي بيعملوها السلفيين على زكريا بطرس بتاع يحط لك صوره كلب على نفس الدماء اللي هو ثالثه ابتدائي. وبعدين بقى بصراحه انا اخويا بقى، انا اخويا اجيب لك اخوك، عارف برضو الخناقات العيال الصغار في المدارس، اجيب لك اخوك الكبير لك اخويا اجيب لك اخوك الكبير ده. وبعدين هو معتقد ان اللواء ده حاجه مهمه، اللي هو مش فاهم ال10 منه بقرش. يعني في مصر اللواء ده ال10 بقرش، فانت مش اي حاجه مهمه ابدا يعني. وطبعا في عيله واطيه زي دي اللواء بقى ده لواء، ده لواء يا نهار اسود. طب انا عايز اسال سؤال عشان اوريه ان هو يعني حتى في كلام الواحد ما يعني انا ما اقدرش اقوله، بس هو لو بشخصيته هقول. رئيس جمهوريته اللي هو السيسي ابو 50% ده، مش هقول لك بقى ليه رئيس جمهوريته ما يقدرش يجي ناحيه اللي انا هضربه بالجزمه ليه؟ ما انا ممكن اقولها له كده، اجيبها له من الناحيه دي بقى، مش ليه مثلا معفن ب3 تعريفه. لان انا يا ابن المتناكه معاه باسبور امريكي، فكصم رئيس جمهوريتك اساسا ما يقدرش يجي ناحيه ال3 تعريف. بس انا طبعا لان انا عاقل ما اقدرش الكلمه دي تنقصني مش تزودني اساسا، فانا ما اقولهاش. فكصمك على كصم اللواء بقى اللي لابس بدله من غزل المحل ده تقرفنا بكصمه اللي جابت العالم. هو احنا عيبت يالا يا ابن الاحبه لواء؟ تقول لي لواء؟ لواء ايه ده؟ الواحد سب دي اللواءات في البلد بنت المتناكه دي كان بيضربهم بالجزمه. فتقول مين اخوك ده يالا؟ رئيس جمهوريتك بيتضرب بالجزمه، رئيس جمهوريتك بياخد تليفون طب حاضر يا باشا انا هطلع العيال من السجن واوديهم امريكا.
ده رئيس جمهوريتك ابو 50%. جاي تقول لي ان لواء مش عارف بس اخويا لا، ولواء فنيه عسكريه يعني ما لحقش كليه هندسه، يعني ما بتوع فنيه عسكريه دول ما يلحقش هندسه، بقول لك اعمل ايه عشان ابقى مهندس وبتاع اخش فنيه عسكريه. ايه ده القصه بتاعت فنيه عسكريه يعني عشان تبقى لا فاهم. بس واخد دكتوراه من امريكا لا بتاع اركان حرب وبتاع دكتور. انا مش انا بس انا الايه دلوقتي اصل انا راجع من الايه من بره ودماغي طاقه وبتاع، فايه قلت جيت لقيتكم بالصدفه، بس هو ليه وقت وبس بمزاجي. انت فاهم، بمزاج انا بقى ايه، انا الكلب العجوز بمزاج انا هنيك قص امك. استعد بس في الوقت اللي انا عايزه، مش اللي انت اللي هو في الوقت اللي انا عايزه. انت فاكر فيلم الهلفوت؟ اه شخصيه عصران الضبع، ما هو ده عصران الضبع اللي هو عامل فيها ذكر، وانا وبص بقى العدلات، بص بقى وانا ايه باخد هرمونات وانا باخد مش عارف ايه، واعمل لك حركتين والصور، جيب صور فوتوشوب ابني متاك عبيط. انت الواحد قسما مش مبالغه انا ببالغ، الواد ده انا صعب عليا، يعني بدا يصعب عليا لانه بيتصرف تصرفات هو مش فاهم ان هو بيهين نفسه، هو مش قادر هو ما عندوش اي حاجه، يقول لك اخويا وانا اختي، في حد بيقول كده؟ في حد في سنك يا ابن المتنكه داخل على 50 بيقول كده اخويا واختي؟ وبعدين هيهزقوا، يعني انا افترض انهم الناس محترمين بس بالتاكيد مش محترمين، ولاد متناكه اساسا، العيله الوسخه دي هو ناكهم، يعني هزقهم وطلع دين ابوه. وبعدين هو فاكر لما يعمل حركات بقى، الصور الفيلم اللي عمله معاك ده بتاع ان هو كده يعني ايه شتم، هو مش قادر يفهم الغبي ابن المتناكه ده ان هو شتم نفسه وما مسكش في اي حاجه. لا انت قريت التعليقات على مقطعه؟ لا يا نهار ده 90% نايكين دين ام. هو مش قادر يفهم لانه غبي، يقول لك اصل انا اي كيو عالي جدا، اي كيو عالي جدا، وبعدين انا محلل سياسي مفكر فيلسوف. مؤاخذه انا مش فالياسوف ايه يا لو خد ابني بالك، مش هو معاه اجازه في القران وخبير في القران، فيلسوف؟ يقول لك كهعيص، اسمعوا كده في اي مقطع بيقول في كهعيص، اسمها كهيعص. انا اللي كنت مسيحي لا اقول هو نفس اللي انت كاف ها يعني، كهيعص. لا كهيعص هي بتتقري كاف كيف ها هي يا يعني عين صاد. دي اه ال... دي, لو دي هتركبها على بعضها تبقى القرايه. كهيعص، انما اقول لك كهعيص وات ليه؟ ايفر لان بقى، سامع الكلمه بلا اي معنى. هو بقه ده معوج زي عوجة الصناعية، عارف لما بتقعد مع صنايعي يقول لك لا مؤاخذة يا باشا وبتاع والسنة وبتاع، لا مؤاخذة، وبعدين يلعب في بتاعه شوية وبعدين سلانة وبتاع، يا مؤاخذة هو بالظبط، هو دي البق، عوجة البق دي بتاعت صناعية، مش. وبعدين انا اخر حاجة عايز اقولها بصراحة، انا بعتذر للناس بتاع ليسانس الحقوق، بس هو بقى ايه عشان الموضوع يتفهم، اولا هو بيتريق على الناس زي واحد زي احمد حرامي يقول لك نقاش، يا ابن المتنكه انت يعني انا لو انا تخيرني بالنقاش من صنص حقوق لا ناخد نقاش. هو بيعمل حاجه مفيده، بس اساسا لما تكون في خناقه بقى وكبرت وبتاع، فبصراحه بقى استحمل تجي لك ايه رقبه ازازه، ضربه مطوه، رشقه سطور، يعني انت فاهم. بس ايه هو ما هي قلت لك الولد الخرا بيجيب لاهله النعيله، هو دلوقتي ايه بيدعي ان هو لسان صعوب، فهو جاب لبتوع الحقوق النعيله، هو ده اللي حصل. بس على العموم هي دي الحاجه الوحيده يعني اللي الواحد ما يحبش يخش في القصه ديت وبتاع، بس كنت لازم اديهم له لان هو بيتكلم عن لسان حقوق، انا مش غبي برضه، انا فاهم اللعبه يعني. بيتكلم عن لسان حقوق ده مثلا كمان لو كان مثلا ايه واخد PhD من هارفارد يعني، ولا واحنا دافنينه سوا يعني. ف ذاتس ات. انا بصراحه بقول لك انا جاي من بره ميت، وانا اساسا تقريبا عندي يا اما انفلونزا يا كورونا، فهضطر ان انا اخش اتخمد، وبعدين ايه لما يجي لي بقى مزاجي اتكيف كده واجي لي مزاجي اهديهم له بقى. اهديهم له واكيل له تاني و... وبعد اسبوع بعد شهر بعد سنه ده حاجه ترجع لي. انا اي دونت رياكت، اي اكت، نو رياكشن اكشن. والى اللقاء في مقطع قادم يا عصران الضابع. بس انا عايز اسال سؤال،
هو كان عمل لك، انت عارف مره في الكريسماس وبتاع ممكن مثلا تروح نايت كلاب وبتاع، ففي بقى النسوان اللي هي في ايه في الكريسماس لابسه بكيني وبتاع ايه تيجي تحك بزازها فيك وبتاع، وتقول لك ايه خد صوره معايا وايه مثلا ايه ب $10 يعني اللي هو عشان تثبت رجولتك يعني. فاللي طب وليه ما انا مثلا ممكن اجيب واحده ب10 برضه تنص لي مثلا، يعني ليه انا عشان قصهم الصوره اذا اعمل فتقريبا هو بياخد صور اللي هي من النوع ده اللي هو ايه ب$10 بس اتصور معاكي وبتاع بثلاث تعريفه. وبعدين مش عارف. لا بيقول لك انا بحترم النساء جدا وبتاع، شرموطه بنت لعبه بتتاكل من خزع المجد ابن متناكه. قاعدين في غرز البعره، قاعدين في غرز البعره ابن الشرموطه انت شفت اللي هو بيشتمها دي بتاعت المغربيه، شفتها اللي حوارات هي مريم دي؟ الدكتوره وفاء سلطان، كان هي ست بنت لا محترمه جدا يعني. لا بيقول لك ايه بتطلع بزازها وفي مش ابن متناكه لا لا بيتخيل يعني ولا ايه؟ طلع بزازها وطيازها وكساها يا ابن المتناكه. يا ده عيل بيئه ابن متناكه، مش هتكلم بس ايه ليه وقته وبمزاجي وفي وقته، انت واخد بالك ده ايه رساله من الكلب العجوز. وبعدين غبي جدا. انا عايز اسال سؤال يعني، او حتى غبي جدا في كتاباته يعني الكلب العجوز. انت فاكر انت عارف مراحل التدرج في الشتيمه؟ يعني اه في ايفوليوشن يعني للشتيمه نفسها. يعني وانت طفل وبتاع بتقول ايه يا كلب يا حمار يا غبي يا بغل، دي شتائم الطفوله. بعد كده بتتطور شويه بس تقول ايه يا قذر يا وسخ انت فاهم؟ شويه ايه الموضوع بيكبر معاك بقى، بتبتدي ايه تختلط برفقاء السوق وبتاع، فبتبتدي بقى في ايه يا شرموط يا خول يا عيل. بعد كده بقى خلاص بتفجر بقى وايه بتصل الى سدره المنتهى اللي هو اللي هو بقى قص امك ويلعن دين ابوك وبتاع ايه كده انت ايه خلاص بقى إيه فتحت على الرابع. وبعد كده بقى بتبتدي ايه في مرحله تانية بقى اللي هي الشتايم اللي ايه اللي هي الكومباوند، اللي هو ايه نظام مثلا كص ام دين امك، يعني في كص وفي دين فبتجمعهم مع بعض. فدي شتايم. في بقى شتايم الكومبلكس دي بقى دي محتاجه ايه اللي هو تشتغل على نفسك، يعني اللي هو ايه تنميه بشريه بقى وايه تكون متمكن من مادتك العلميه، يعني انت فاهم. اللي هو ثلاثة كالصم دين أم اللي خلفه متين، عارف اللي هو تجمعها كده. فهو التركيب. لسه في مرحلة إيه الكلب. يعني أنا آخر مرة مثلا قلت واحد يا كلب مثلا تقريبا كنت في ثالثة ابتدائي أو رابعة ابتدائي، يعني فاهم المرحلة قبل ما الواحد إيه يختلط برفقاء السوق وكده. فهو لسه في مرحلة الكلب العجوز. وبعدين يا ابن المتاكة أنت سابغ يا ابن المتاكة. سابغ وطلعان دين امك واقرا على الاقل في شعر. وبعدين في غبي جدا الواد ده. اقول لك ليه الواد ده غبي. لما تحب تفبرك ما تنشنش كده ايه اللي هو على السواده، عارف انت اللي هو في النص بتاع لا لان انت بتفبرك. فايه اديها رينج ما تقول. فاقول لك ايه مواليد 62 قال يعني الواد ايه جاب الملف وبتاع مواليد 62. فانت كذاب رسمي، انت بتهري وخلاص. فانت لو انت عايز تفبرك تقول لي بقى رينج في الستينات مثلا فتقول. فانا بعلمه يعني بحاول اعلمه ازاي يفبرك. قول مثلا في الستينات في النصف الثاني من الستينات، فقال يعني الواد ايه مدرك اللي هو فاللي هو لا في 62 طبعا اللي هو جابها. وبعدين ابن المتناكه بقرايته دي شبه جدي اساسا. انا اقول له يا عمو ابن المره المتناكه ده. ف وبعدين في ناس تقول لك ايه يا جماعه هيشمتوا فينا وبتاع والديني. انا يا جماعه بعتبر نفسي مثلا واحد قاعد على القهوه بيهرج وبيضحك وبتاع انا لا صاحب قضيه بلا تنويه. والكلمه دي الله يحرق دين اللي علمها له. بس لا تنويه ولا صاحب رساله ولا ما فيش اي حاجه. انا قلت كلمتين وبضحك اهرج بتاع وخلصنا بقى. انا ده مش فاضلكم. فلا هتشمت وانت كده بتضر التنوير وبتاع. تنوير ايه يعني انا مش ما في. فطلعوني من دماغكم في موضوع التنوير ده. ولا حد هيشمت قصهم اللي يشمت اذا دونج في جيبها فاق يعني.
فبس الواد ده فعلا اذا كنت هتتكلم الواد ده يعني اذا كنت اي حد بيسمع العيل الحراء المتسول اللي بيطلع يقول لك انا عايز $2000 عشان تنوير في الشهر، فالواد ده اساسا يعني اذا كان في حاجه اسمها التنوير فعلا والقضيه بقى هو حامل، فده اكبر ضرر على اللي حصل. انت شفت المقطع اللي عمله الاخير؟ جه بقى بعد ما انا الكلب العجوز وبتاعه وشغال تباع. وعلى فكره بس في ناس غلط، في حاجه فعلا اسمها تباع في امريكا، في حاجه اسمها هيلبر، وانا فعلا فكرت ان انا اجيبه هيلبر ليا لان هو قاعد من غير شغل وعمال يشحت، فانا ممكن يطلع له ب $3000 $4000 في الشهر. ما يعرفش يبقى تباع حتى هو بس يساعد اشغله فيها ان انا اجيبه يمسح لي العربيه ويطوق لي قدام الجراج كده وبتاع، بس ممكن يوسخ الدنيا برضه ما يعرفش. هيلبر يعني تاخده هيلبر معاك برضه يساعد الدنيا يعني، حتى خاف يخدش العربيه وبيمسحها يعني. نستحمله اخونا ونستحمله. فالمهم مش عارف كنت بكلمك على ايه، على موضوع التباع ومش هتباع بعد ما قال المقطع ده والله نسى. بعد بقى ما انا تباع وانت مش عارف ايه وبتاع، بدأ بقى يعدد الناس اللي هو يتخانق معاه وشتمها اللي هو مثلا بتاع 17 واحد. طب اي حد عنده عقل بيسمع الكلام ده، يعني مثلا ممكن تتخانق مع واحد ماشي، التاني اللي بعده اوكي، التالت معلش، انما يا ابني المتناكه انت متخانق مع طوب، انت غبي جدا متخانق مع طوب الارض وبتاع. وبعدين انا اعتذرت، اصلا كنت سكران ومحشش، انا اعتذرت وعايز انت لو تسمع اللي قاله مع قصي بطار ده، انا على فكره مش يعني مفيش علاقه شخصيه بيني وبينه، بس احيان كتير بسمعه، ويعني عيل لذيذ ولذيذ يعني وبتاع. وبعدين من يوم ما بدا يتكلم على اليوتيوب هو فعلا موضوع يعني اي حاجه، ومسك في هيثم طلعت شخرمه قبل كده كتير يعني على موضوع المغالطات المنطقيه. يعني هو يعني هي دي النقطه اللي بيدخل منها. فالتاني ابن الاحبه عمل مقطع اسمه المغالطات المنطقيه، انا ولا 3 دقايق ما شفتهاش منه. انا يا اكتب اللوجيكال فاليسيز على اليوتيوب مثلا او جوجل او بتاع 700,000 يعني هو معتقد ان هو عمل حاجه مش مهم يا واو، يعني اللي هو يا نهار فيلسوف بقى فيلسوف يا سيدي. فبيقول له انت قصي، يعني انت لا مؤاخذه مش ممكن تبقى زي يعني اصل انا محلل سياسي مفكر فيلسوف. والله انا ساعات بشعر بالخجل ليه، يعني قصي بطار بقى طلع صايع رغم وبيقولوا قصي بطار ايه اللي هو بس قصي بطار منسون بصراحه، بس هو شكله منسون كده. الواد ده تقريبا ما اتعاملش مع بشر قبل كده، ما فهمش يعني ايه يتكلم باحترامه. بس قصي بطار بصراحه بشر، وقصي بطار راح من اديها له كلمه، الواد ده طلع صايع برضه. قال له اتمنى تكون استفدت. اللي هو بقه تاريخ، قال اتمنى تكون استفدت، فدي جننته. وطلع وهو مش فاهم ان هو بيهزق نفسه، هو مش قادر يستوعبها. هو فاكر لما يطلع يبعبع ويشتم الناس وبتاع كده يعني ايه هو كده اساء ليه، هو مش قادر لسه يتخيل ان دي اساءه لنفسه. صعبه الاي كيو بقى، مشكله اي كيو في النهايه ما اعتقد يعني، لان هو فاكر ان هو لما يطلع يشتم واسمع ادخل على مقطعه وشوف التعليقات على مقطعه، يعني حتى اللي بيتقال لك يحرق دين اليوم اللي شفناك فيه. فده بس وقته جاي معايا، بس بمزاجي بقى، مزاجي انا اتكيف كده واقعد واترستق وهعرف اروق. دوره يومه جاي بعد اسبوع، يوم، شهر، سنه، في شهر، في سنه تهدى الجراح وتنام. يومك جاي يا كس امك. وبعدين ده قال حاجه غريبه جدا، قال ان انا وانا بتكلم عليه كنت برتجف خايف مرعوب لان خايف تقول اسمه. انت قلت انا بتكلم بصراحه عشان المصري. لا انت عارف انا قلت لا، انا قلت له كده، انا مره قلت كس امك،
وبعدين بعد ما قلت كصمك قلت له ايه، انا ما بقولش كصمك سهوا يعني، انا بقولها عمدا، يعني انا بهينك، يعني انا بشتمك يا كصمك. يقول لك بيرتجف وهو بيتكلم برتجف. بقول لك رئيس جمهوريتك يا ابن المتناكه ما يقدرش يعمل معاه حاجه، فمالك بعيله وسخه زي عيلتك. وبعدين اصل في حاجات الواد ده ممكن يستفزك لحاجات تخليك انت نفسك تبدو بشكل سيء. يعني يقول لك لو راجل انزل مصر، انا ممكن انزل مصر، بس هو في نقطه برضه هو مش قادر يستوعبها. انا ممكن اتكلم عن عيلتي، بس انا لما اتكلم عن عيلتي شكلي عبيط، يعني انت فاهم، شكلك وحش بقى، وزي العيال الصغيره في مدرسه ابتدائي. بس انا مثلا هو بيتكلم عن اخوه ده اخوه بتاع الفنيه العسكريه ده، انا بقى اخر علاقه بيقول لك اصل هو دخل الجيش لان هو مقطوع من شجره. انا اخر واحد في عيلتنا كان ليه علاقه بالجيش كان عمي. عمي ده بقى كان ايه، ما كانش فنيه عسكريه، كان هندسه فعلا. تقريبا قلع ملط للجيش في 78، الكلام ده في 78 قلع ملط للجيش اللي هو انا لازم اخرج. بس ليه كانت المشكله مش عايزين يخرجوه؟ قال لك يعني احنا ايه ده بعتناك بعثات روسيا وبعتناك بعثات انجلترا وامريكا وصرفنا عليك ملايين، وبعدين انت النهارده جاي تقول لنا انا عايز اخرج وتعمل لنا فيها مجنون. اللي جاب يعني بس الكلام ده بتاع شغل عيال صغيره. ده جاب عشان يخرج من الجيش امضى من كمال حسن علي، كان ساعتها وزير الدفاع. عمي ده جه امريكا هنا، بقى كبير مهندسين في البوستال اوفيس في فيرجينيا. انت هو ده من ايه، من 78، ده اخر علاقه لينا باي حد لينا في الجيش. احنا ما فعلا ما لناش حد في الجيش لان الجيش ده زباله. يعني احنا يعني ايه. وبعدين الجيش ده جيت عليه مرحله وصل الامر كان بيعمل اعلانات في التلفزيون عشان الناس تتطوع او تخش الكليات العسكريه، لان بدات مرحله السادات والانفتاح بقى وبتاع وايه، الناس عايزه تعمل فلوس، فما بقاش حد يخش الجيش غير المقاطيع يعني، واحد زي السيسي بقى وبتاع العالم العالم اللي زي دي. انما الناس اللي بتفهم في الجيش كله فك. وعمي ده على فكره بقى ايه بعد كده بقى ده سبب مشكله كبيره وبتاع، وانا وهو في مشكله بيننا لان هو اساسا ايه، الاسلام بقى هو الحل وبتاع. يعني انا خبرتي بقى انا عارفه الجيش من داخلياته ومن بقى خبرتي انا، فانا كصمك انا اساسا ما فيش حد في عيلتنا استعنى ده اخر حاجه يكون في الجيش. اللي انت فرحان ان اخوك بقى لواء اللي هو بتاع قبل 10 بقرش. عمي ده طبعا سبب في مشكله بعد كده، قال لك عمرو بيسب الدين وبتاع وعمل مشكله في العيله وبتاع، وهو سبب المشكله اساسا. بس يعني اذا كنت فاكر ان حاجه مثلا اللواء ال10 بقرش اللواء ده، بس الكلام ده الواحد يعني لا عيب ان الواحد يقعد يقوله، عيب يعني. بس هو ده تقريبا لان عيلتهم واطيه فعلا. لواء عندهم ده لواء اللي هو فعلا يا جماعه اللواء ده 10 بقرش. لا انا كنا واحد ليا واحد صاحبي مهندس يعني مهندس صوتيات وبتاع، وكان بيبيع اللي هو الايه الهوم سيتر وبتاع في مصر، كان ساكن في الكوربه، كنا نروح نقعد عنده في العماره نفسها، كان في لواءات جيش وبتاع بيجوا يقعدوا بقى وبتاع. تحس ان انت قاعد مثلا مع عيال في اعداديه انت فاكر الناس اللي كانت بتطلع بعد الثوره وبتاع يقول لك خبير استراتيجي؟ اه دول لواء اركان حرب. الناس دي لواء اركان حرب. اللي هو كان في منهم واحد اسمه بخيت وكذا شخصيه بنت وسخ عليا الحرام من دين، انت بتقابل ناس في غرز انضف منهم يقول لك لواء اركان حرب ايه الجيش ومش بقول لك ايه. هو لما مسك ده ما يعرفش يضرب طبنجه. انا فعلا دخلت الجيش وما اعرفش اضرب طبنجه. انت عارف احد مثلا المشاكل اللي انا عملتها في الجيش ايه؟ عشان الموضوع اللي هم بيعتبروا ايه الضابط الاحتياط ده ايه ابن البطه السوداء. انت واخد بالك يعني ايه، هم الوطنيين بقى الجمال وبتاع، وبس الاحتياط دول الولاد البطه. فمثلا ايه انا مثلا ايه ماليش اساسا ان انا امسك الي او اللي هي البندقيه الكلاشينكوف ده وبورسعيد. فانا لما هطلع في حته ببقى ماسك طبنجه. بس هم في دماغهم عشان ايه يتنكوا عليك يقول لك لا انت تطلع في تفتيش او بتاع تطلع ماسك اللي هو الايه الكلاشينكوف ده. وانا وراسي الف زي لو مسكت اي حاجه انا مش همسك غير طبنجه وقصهم، ولا يا اما مش ماسك اي حاجه. لا هم ولاد متنكه اغبياء عايز انت عارف ما معناه ايه؟
انت لو مسكك آلي فهو كده بيهينك، انت فاهم؟ الطبنجه دي لينا احنا الظباط العاملين وبتاع، اللي هو قسموكوا كلكم على انتوا اساسا مرتزقه يا اولاد المتناك، انا مش همسك غير طبنجه، وانت ماسكها، انت حاططها في الجراب وماسكها وزاد سيت، انت ما بتعملش بيها اي حاجه، بس ايه في اي تفتيش بالك هو ما يعرف، ما اعرفش القصه، يعني مثلا دي حاجه مثلا ايه، عالم صواريخ مثلا لو ضربت طبنجه ولا ايه ولا كص امك، واضرب ليه اساس. ده كانوا بيدونا في تدريبات الرمايه، فانا اللي هو ايه لان بيبقى في ناس مزوغه وبتاع، فتكتشف في الاخر مثلا ايه، انت مثلا ليك تضرب مثلا ايه 10 طلقات، فتلاقي انت مثلا ايه معاك 3 خيزه، فبتمسك الآلي ده، عارف فرح العمده، تمسك الآلي ده في الهواء وتر، تخلص اول خزنه تغير تر، وبعدين في ايه تشوف عشان الجيش العظيم وبتاع، انت لازم ترجع لهم الايه الفارغ. ادي الدج ولا، وعين ابن المتنكع يعني بيستفاد. انا لعلمك متحفظ جدا في الكلام عن الجيش جدا، ليه؟ لان ايه كان الاخوان وبتاع ايه عايزين ايه الدوله تبرك يعني، فايه خليها كده متلصه، هو فعلا هيستفزني ابن المتنكه ده لدرجه ان انا فعلا بقى ايه افرش لهم الملاية، وانا فرشتها بس كتابه قبل كده، بس يعني قال لي بقى الانسان الوطني، الانسان الوطني الجميل اللي بيدافع عن البلد، عن قيم البلد مصر وتيشيرتات ام 5 جنيه اللي بيجيبها من العتبه ابن المتنكه العبيط ده، وفاكر ان كده بيعمل حاجه، وكلمه ايه يا عم؟ طب خلي الشعب بس يعرف يقرا ويكتب الاول، وبعدين نشوف بقى كيمت ولا زفت ولا خر على دماغ دين امك. المهم عصران الضبع ليه يوم هيطلع دين امك عصرانه ضبع. هو ارنست مشي. ارنست ماشي ليه يعني ايه؟ هو ارنست ده اساسا شخصيه بناين. طيب اطيب واحد شفته على اليوتيوب يعني ما بصراحه. بيغلطش، يعني غير انا مثلا راجل قليل ادب هو لا ارنست ايه يعني ما بيغلطش، بيحاول يحافظ على كلامه وبتاع، بيطبطب على الناس وبتاع، فمعنى ان ابن المتناكه ده يقع مع ده بقول لك ذكر 15 واحد منهم ناس بقى بقول لك زي احمد سامي ده شتمني، انا عمري ما فكرت ان انا اساسا حتى ارد، ف انه يقع بقى مع الناس دي معناه ان ابن مره وسخه اساسا. وبعدين ايه الناس ما تزعلش يا دكتور، هو شتم نفسه ده اهن، وبعدين قال كلام ابن متناكه ضحك، انا ما اعرفش مين ابن متناكه نصحه بالهم ده، قال لك الكلب العجوز، قال انا هقعد اعيط فايه الكلب العجوز كان بيحضر قصه، اللي هو انت فاهم انا بقول قصه اللي هو ايه تهريق، يعني الموضوع كله باع دينه ومن اجل طبق بصاره، فطبق بصاره اساسا بالتاكيد مش حاجه يعني مهم، يعني مثلا لو بعت ديني مثلا وبادئ مثلا بكيلو كفته وكباب ماشي، انما حدش بيبيع بهذا طبق بصاره يعني، ما ممكن ارى يعني، بس المشكله هي ان البصاره دي عمليه معقده في التحضير وبتاع، فايه لا ده هو دي بقى اللي لقاها، هو دي بعدين وناس في امريكا شافته وهو بيحضر القداس في امريكا اللي هي بنت متناكه فيها مثلا فيها 4 زونز في التايمنج بتاعها، فيها بتاع 51 ولايه اللي هو اللي هو امريكا دي حاره مثلا في حاره في شبرا مثلا، فناس شافتني بقى في امريكا وشافوك بتحضر القداس في كنيسه بروتستانتيه، خلي بالك. واخد بالك ده ليله انا فاهم كل حاجه. الواد غبي جدا لدرجه بقول لك ايه مواليد 62 يا غبي، ما تقولش انت عايز تكذب ما تبقاش سبيسيفيك، ما دونت بي سبيسيفيك، ادي رينج عشان ايه الموضوع يمشي. غبي جدا الواد غبي. وبعدين يلا ليك يوم يا عصران يا ابن عصران الضبع ليه يوم، ليك يوم بس بمزاجي، اطلع بقى ايه اروق على قص امك واديهم لك صح تاني. يلا ماشي انا هتكل على الله، ماشي اطلع اشرب سيجاره بقى بره. شكرا، نورتنا ونورتونا يلا. كلكم، وكفايه عليه كده بقى ابن المتناكه ده، لما يجي لك مزاج بقى بقول طب انا لي. لو عايز اخرج زي لا انا هقفل ما هو خلاص. انا بس هو هيبقى من بعد كده، لا هو من بعد كده هيبقى اسمه عصران الضبع.
ماشي. اللي هو صلاح عبيد فيلم الهلفوت ليه يومه ماشي، بس لما فوق له بس. ماشي. يلا يا عصران كفايه عليك كده لانك ما يلا. تستاهل. ولما مولانا يقرر مع نفسه كده بمزاجه لما نطلع نونيكو مش مشكله يعني، ادي احنا قاعدين. يلا سلام، اشكركم يلا جميعا ماشي. في مقطع اخر. مع مع السلامه.